تستمعون الآن إلى برنامج قضايا إريتريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كورا سمعتنا كم يتخونوا نخلهم سلام نداولكو نابزي بروغرام نايلو معتي مدبنا إرترا بناي أبتحتي قد إرترا زبل كوينو فوليات فولي مدبالنا كمون مشايخ اللونا مسانا إن شاء الله كلا ليكمه نخلاتكم جن وقاعدة حنمتاكو يبلوكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا إريتريا على إذاعة راديو سلام، في حلقة خاصة نناقش فيها الادعاءات من قبل مرجفين والمستشرقين على الإسلام من تشويش والضلال. يعني حجي إن شاء الله مسانا له مشايخ كلا ليكم بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسانا أم مدرخلو دكتور حسن سلمان كمون شيخ برهان سعيد أب استوديو لومساي كمون بناي فيديو كول دكتور بيانا لو من البات إن شاء الله تمتينا دكتور عبد الجليل جلال الدين محمد صالح كما تسألنا إن شاء الله نتبه لنا كبرى سمعتنا إن شاء الله دكتور إن شاء الله اليوم اللغة عربية والتقرينية مع بعض، يعني كأنها تقول مشكل لغة، وهذا تعبر عن لغة إريتريا. دكتور كما تعرف أنت يعني في هذا الزمان وكثر عن الأكاذيب على ضد الإسلام، وما هي الحقيقة الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه الفرصة المباركة لنتمكن من الوصول إن شاء الله إلى شعبنا وإلى عموم الناس لبيان الحقائق على الأقل للناس. مسألة الدين، قبل أن نتكلم في الآن الإسلام أو على الأقل الشريعة المحمدية وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم باعتبارها الشريعة الخاتمة، لا بد أن نعطي تصورا حول مسألة الدين ابتداء. يعني ما هو الدين؟ ما هو الدين؟ قضية الدين تبدأ ابتداء بحالة تصور للوجود، وهذا التصور للوجود لا بد أن يجيب على جملة من التساؤلات الكبرى التي شغلت حقيقة كثير من المفكرين والفلاسفة وربما حتى الباحثين حول الأسئلة التي يصعب على الإنسان الإجابة عنها عقليا، أو يصعب الإجابة عنها تجريبيا. لا تجيب عنها الحواس الخمسة، ولا تجيب عنها أيضا التساؤلات العقلية، وبالتالي يجيب عنها أمر آخر، وهو الأمر الذي نسميه نحن الآن بقضية الدين أو الوحي من الله سبحانه وتعالى. ففكرة الوحي من الله سبحانه وتعالى ابتداء في التصور الإسلامي تقوم على مسألة مهمة جدا، وهو الاعتقاد بأن هنالك لهذا الكون رب وله خالق وله مدبر، وهو الذي تستند إليه كل المخلوقات وتعود إليه في نهاية المطاف. فالاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الوجود وهو ربه وهو مدبر أمره وله الخلق وله الأمر، هذه الفكرة أو هذا الاعتقاد الجازم بوجود الله سبحانه وتعالى أو الفكرة أساسية أو مسألة مهمة جدا في التصور لما نسميه دين. يعني لا يكاد يسمى دين وينسب إلى الديانات على الأقل السماوية إلا وهذه الفكرة مركزية فيه، فكرة أن الله سبحانه وتعالى هو مركز الوجود وهو الخالق وهو المحيي وهو الذي خلق الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان. وبالتالي يمكن أن نقول بأن التصور الإسلامي للحياة كلها يقوم على ثلاثية، مقابل في ثنائية الآن في الحالات الوضعية كما هي في 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 أوروبا على وجه التحديد، حالة الله والإنسان والعالم، أو الله والإنسان والكون. للأسف الشديد بعض النظريات الوضعية الآن قامت على فكرة عزل الإله
وتنحيته والتركيز على ثنائية الله والإنسان، ثنائية الإنسان والكون. بالنسبة لنا نحن نقوم على ثلاثية مهمة جدا، وهو ثنائية الله مركز الوجود، الإنسان مستخلف في الأرض، الكون مسخر من الله لهذا الإنسان. هذه المسألة مهمة جدا وتحتاج إلى بسط وتحتاج إلى تفصيل، لكن نحن دعنا الآن نكتفي بهذا، أن هنالك خالق لهذا الكون، أن هنالك مخلوقات لله سبحانه وتعالى في هذا الكون. هذا الخالق خلق مخلوقات مكلفة وخلق مخلوقات مسخرة. المخلوقات المكلفة هو بنو آدم والجن، وما خلقت الجن والإنس، يعني هذين الاثنين الجن والإنس في التصور الإسلامي هم مخلوقات مكلفة. عالم السماوات وعالم الأرض وعالم الملائكة تندرج تحت المخلوقات المسيرة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقها خلقا تسير وفق إرادته سبحانه وتعالى كما برمجها هو. وبالتالي عندنا خالق في التصور الإسلامي، في خالق وفي مخلوقات. نأتي بعد ذلك السؤال الثاني في الدين، هل والله هذا الخالق ترك هذا الخلق بعد أن خلقه، أم له هدف من خلق هذه المخلوقات؟ يعني الله العليم الخالق المحيي المدبر خلق هذا الخلق لحكمة أم خلقه بلا حكمة؟ الأديان تقول، كل الأديان التي تستند إلى السماء تقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات لغاية وحكمة، أي أن الله ما خلق الناس عبث، ولا خلق السماوات عبث، ولا خلق الملائكة عبث، ولا خلق الجنة والنار عبث، إنما خلقهم لغاية. هنا تأتي فكرة أو مسألة الاستخلاف من الله سبحانه وتعالى لبني آدم في الأرض. كان هنالك خلق لله سبحانه وتعالى، كان في عالم الملائكة، كان عالم السماوات، عالم الأرض، لكن سبحان الله كان هنالك ما يمكن أن نسميه الإنسان الذي يريد الله سبحانه وتعالى به تحقيق حكمته في الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة. فبدأت فكرة الإنسان على الأرض من هذه العبارة، إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. بمعنى علم الله سبحانه وتعالى اقتضى بأن له إرادة وله علم من خلق هذا الإنسان. وهذه فكرة مهمة جدا في التصور الإسلامي. في التصور الإسلامي فكرة الاستخلاف في الأرض، يا سلام. لأن هذه الفكرة ستنبع منها عملية التكاليف الإنسانية. بمعنى لما يقول الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، معناه هنالك خليفة. سيأتي سؤال، ما هو هذا الخليفة؟ هذا الخليفة سأنيط إليه أو سأكلفه بتكاليف تؤدي مهام الاستخلاف في الأرض. يا سلام. مهام الاستخلاف في الأرض عند التصور الإسلامي محكومة بأمرين. لا يقال لشخص في التصور الإسلامي دينيا أنه مستخلف إلا إذا قام بأمرين شرعا: قام بعبادة الله وقام بعمران الأرض. قام بعبادة الله وقام بالعمران في الأرض. إذا نحن الآن هل ممكن دكتور حسن معلش نلخص هذا الكلام الجميل بالتعريف الإسلامي اللي عند العلماء أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك؟ هل هذا ممكن؟ هذه سآتي إليها من خلال التسلسل. يعني الآن دخلت مدخل معرفي في سبيل أن الذين لا يشاركوننا في المفهوم الشرعي للدين لا بد أن يذهبوا معنا بهذا التسلسل لنصل إلى نقطة الدين الذي أنزله الله. تمام. فأنا أردت أن أقول بأن التصور المعرفي، علماء المعارف والفلسفات يبحثوا في كيف بدأت أصلا قضية التشريع وقضية وجود دين. بمعنى أن الله سبحانه بعد أن خلق الخلق وأنزلهم إلى الأرض، باختصار لأن فكرة الخلق نفسها طويلة، أنزلهم إلى الأرض ما قطع الصلة معهم، لم يقطع الصلة. معنى كما يقول بعض الفلاسفة الغربيين بأن الله خلق الخلق من يعترفون بوجود الله، بعضهم يعترف بوجود الله، لكن يقول لك مثل الذي خلق الكمبيوتر وبرمجه وأعطاه السي دي وركب السي دي والكون شغال. نحن لا نقول بذلك، نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ويدبر أمره على مدار الساعة وعلى مدار الدقيقة وعلى مدار الثانية، ثم هذا الإنسان الذي أنزله إلى الأرض للقيام بمهمة الاستخلاف ربط معه بالرسالة. يا سلام. وما ربك بغافل أما تعمل. ربطه سبحانه وتعالى بالرسالة. هنا تأتي قضية ما هي هذه الرسالة؟ هو الذي نسميه نحن الآن بمسألة الإسلام. هذه الرسالة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى
والتي كان قد أخذ فيها العهد من بني آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذا عهد الفطرة. نعم قالوا بلى. أعقب ذلك عهد الفطرة، أعقبه بعهد التشريع. يا سلام. عهد التشريع بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم: وأنت نازل يا آدم أنا سأكون معك بهدايات وسأكون معك بكتاب. الحين دكتور، نعم. نقدر نقول يعني مثلا بالجملة ما هو الإسلام؟ بعد ممكن نرجع، يعني عندنا نقاط كثير يعني أنا نراجع ما فيها. هي على كل ممكن توضحها أكثر بس. لا بس أنت ما تضيق علي، لأنه ما هي واحد من اثنين، يعني إما أن نذهب لمناقشة القضايا فعلا معرفيا ونصل فيها إلى جزئية أما قضية السؤال والجواب أظن حتعقد الموضوع، فدعني الآن أصل معك إلى الإجابة كما أتصورها على الأقل. طيب. كما طيب. أتصور. وانا اتوقع ان اخونا ادم سون الوقت عنده هاي هو كمدير البرنامج محددين. صحيح، لكن أنا ولكن بالنسبة لي الحقيقه العرض جميل دكتور حسن. خدمة الهدف أنا أريد أن أصل إليه. والتسلسل جميل. في نهاية المطاف نحن وصلنا إلى أن الله سبحانه وتعالى ربط ابن آدم بكتاب، هذا الكتاب لكل رسول تمام. وهو كتاب الهداية. تمام. والله عز وجل يقول لكل رسول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. تمام. نأتي الآن، ما هو هذا الهدى وما هو دين الحق؟ سؤال نفسه. أيوة. ما هو الإسلام؟ هذا هو يعني قضية الهدى ودين الحق هو الذي نسميه نحن الآن بالإسلام. يا سلام. بمعنى لن يسمى الإنسان مسلما إلا إذا استسلم للهدى ودين الحق. نعم. الهدى ودين الحق تشتمل على العقائد والتصورات والقيم والأحكام الشرعية التي نزلت من الله عبر رسله ومضمنة في كتبه. فمن التزمها يسمى إيه؟ مسلم. ومن أنكرها يسمى كافر. وهنا الكفر لا بد أيضا نقل، الكفر هو الإنكار في حقيقته، ما شتيمة. يعني الكفر لما نقول فلان كافر، فلان منكر للشيء، بمعنى الكفر في اللغة التغطية والستر. نعم. فيقال عن شخص مسلم أي أنه أيقن وصدق وآمن واستسلم. فكما تفضل الشيخ، الإسلام تعريفه وفقا لهذا الكتاب الذي نزل هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والتزام ما أنزل الله سبحانه وتعالى من أحكام شرعية وتفصيلية، وطاعة رسل الله سبحانه وتعالى، وتطهير النفس وفق أحكامه. يا سلام. وبالتالي الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله قوله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهنا نلاحظ أن هذه الآية اشتملت على عقائد، أي قضايا الإيمان وقضايا الغيب، واشتملت على الأحكام الشرعية من عبادات وشعائر ومعاش، واشتملت على الأخلاق والقيم وتزكية النفوس. فهذا الذي يمكن الذي يدخل في هذا الإطار يسمى شنو؟ يسمى مسلم. والذي يرفض ذلك إما إباء وتكبرا وإما غير ذلك فلا يسمى مسلما إيه؟ وفق التصور الإسلامي يسمى كافر يعني. نعم. بارك الله فيك. ضايقناك فعلا يبغى لنا أكثر تشريح شرح يعني، وإن شاء الله بتقرنيها قورا مايتي بتقرنيها سلة تزارب. لا أتوقع إن شاء الله نسمع تعليق الدكتور بيان باللغة العربية. طيب أليس كذلك؟ دكتور بيان سمع عند الله؟ نعم أسمعك. أيوة دكتور بيان، إن شاء الله سمعت الدكتور حسن، عندك تعليق؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نشكر الدكتور حسن على ما أعطى من معلوماته الثرى، فقد أجاد وأفاد وربط الأمر طبعا ببدايات الدين وبدايات التدين أو بداية خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان والغرض من خلقه. والأصل طبعا الدين مرتبط بالله سبحانه وتعالى بأنه هو المنزل وهو الخالق وهو في نفس الوقت كذلك المشرع، سواء كان العقيدة وسواء كانت التشريعات الأخرى. فذكر طبعا الأساس في قضية الاستخلاف، جزاه الله خير، يعني جمع بين الاستخلاف في العمران والاستخلاف في جانب التشريع وفي جانب العبادة. وهذا هو الذي يمنع الروحية لا تهتم وتنسى الجانب المادي وجانب الإعمار.
فكل إعمار تراه كأنه خروج من الدين أو هو انشغال بغير ما أمر الله به سبحانه وتعالى. والحقيقة أن الإنسان في الإسلام مأمور بالجانب الروحي ومأمور بالجانب المادي المتعلق بعمارة الأرض. فهذان الأمران هما من خصائص الإسلام ومما يميز الإسلام، وقد أشار إليها فضيلة الدكتور جزاه الله خيرا وبارك فيه، لأنه هذه القضية قضية مهمة يعني تختلف فيها تقريبا كل الديانات عن الإسلام. يعني أغلب الديانات إذا رأينا أنها تقول ديانة فتجدها تميل للجانب الروحي، أو كذلك تفرط في الجانب الروحي وتجدها كذلك تعطي الجانب المادي يعني جانبا أكبر أو رؤية أكبر. فهذا ما عندي، جزاكم الله خير، حتى نختصر برضو على أخونا أدمسون. بارك الله، بارك الله فيك دكتور بيان. شهران قد خمس فعلا اسلمنا انت مالتي كنبل نخيل بتقرنيا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بار كابتن مشايخ دبلو تزاربو بعربي ياخذ سخي كونكون، لكن اتي زبلو بصماق حساب صرابي لخزارب فتو سلمنا بمجمريا كنفلطو بأننا نترى خوينو نحنا قدامي نجر خنسامع لنا انه زي نجر زي فطاري خمد الله حدا فطار الله سبحانه وتعالى سقاء ربي خمخانو شمون بهرياتون بالمجلساتون كم زلوا كبر قويتا نسوي لما سبحانه وتعالى خاء نزم الله علم كله شوعات سماي شوعات مريد قبوتات وزيتي كله سوي خلقه سبحانه وتعالى كم أون أجاننتن دك سبعتن برضو نسوي خلقهم كبر قويتا سبحانه وتعالى. وذ كل جتات خلقه خلق الكلنا فطيرو كبر قويتا سقيلو نزح حدا نجد تكم أي خلقا نعبي علامة أي رب سبحانه وتعالى خلقه إذا علامة زخاني نسوز دليون نسوز فتوان زخنا علامة أيو أبكبر القرآن وقارب رب وتعالى ذكروا أيو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حجين بعرتهم فطرات كأب كلتهم وقالوا فطرات اللو رب سبحانه وتعالى دأززهم عبينا قرن خقبرو سقات عبادات أملخات مالتيو فطرات دما رب سبحانه وتعالى نحد شنخ دما خلقهم كملائكة وزته جاءتهم دماني كلهم دما ملائكة يكونوا شعاع سماء يكونوا أمريز اللو البحر اللو كله إن رب سبحانه وتعالى تمليخيو تنبركيخيو كله رؤسو دنينو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دابلي إذا كايد انترفي دك آدامن أغاننت انت يكونوا نساتهم يوم انبقار بحقي رب سبحانه وتعالى عن مرمراتيهم تجوزوا لي لكم ما تجوزون أنتم ملخونين ما تملخونين عبادات قبروا لي لكم ما تقبروا لين دابلك وبرقيتا أبتي مرمراتيهم. فكاباتهم دأمنوا رب سبحانه وتعالى تأجزوا له كاباتهم دما زهالك وتفقوا دما الله أزيتات حج كله بحصر الزرباء أبيلنا عم انتخاءاتهم مالتيو أتم دك سبات رب سبحانه وتعالى مش خلقهم سقلوا أيقلوا فمن انتهى الآني مصحفتي أوريدو والأخات سليلو كبر قويتا ما أنت من قد ربي سبحانه وتعالى قنع لهم كبولو صباح نقوه مسموتو حاسبهم كله كبر قويتا حاتهم كله أي متعنان الأخات أي وردنان مصحفتي نخيب بحل رب سبحانه وتعالى مصحفتون الأخاتون كما جمريا بنبي الله آدم عليه السلام حسكا كساع مترشتا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مالتيو سيدنا محمد تم دبلتو دصريو زلعلو الأخرى بخوينهم أتي دصريه دصففه نتو كل مصحفت الدمال ادما قرآن كريم رب سبحانه وتعالى هيبوهم زخاني كل نجارات ودك سبات بسلام دنا بروما بالدنيا وبجنة ما دعتوهم بآخرة خاني زيتات كله حزب من متيوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صوب معنا إذا حسب زي كبرات علماء انتهيلهم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. إذا كنت ملتيو الاستسلام لله بالتوحيد يعني رب سبحانه وتعالى حدا خم مخانو حدا ينعوز قبؤه كالق مقات تقبروا لي بالكان. القياد ما بالطاعة دماني كتوزو لك سجدي لك هتسجد قدفي لك دما كم حماق نجارات مكبركا تقدف كم أون دماني
والانقياد له والطاعة والخلوص من الشرك كاب زخون انطاب شرك دماني كتجلس ازيتات ترى غيرك كل نجارات بيلك بقار كم ترى سبحانه وتعالى عززك غيرك ابزاد دنيا زي اخت النابر اتي مجزعناتك اتي مشاطناتك اتي مرعو اتي موات اتي كل متنساي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حدا رب سبحانه وتعالى قولنا له نسخاب بارا ربيخا نربي لك خاطر خليك عبيد ماني علامه لك اذا علامه زي ابتبقوا نقطه سلازي رب سبحانه وتعالى سقلوا اي قد فكان كم يقرك خمت النابر كم يقرك بزعبان يغنزبك انت خمت قبر ابي خمت قبي كم يقرك خمت مصو ام انت خمت قبره كم كم يقرك خمت مرعو كم يقرك دك خمت عبي كم تدا انس خم رحم منغستر اخونك منغستر تراهي بك خم يقرك كم تكايد بزخونه نغراتني سياسه يخوني عسكريه يخون كله قد يسلكاي كبر قلتك ام مصحف سلازي مبار ازي تسلمنا باختصار يعني حاجة حياة الإنسان مالتي تقريبا النظام الإسلام كنا بالكلام حاجة حياة نظام الإنسان وكأن نظام المجتمع والفرد مالتي أو نظام العالم مالتي هو لأنه كم تجيز بالك دكتور حسن بارك الله كم مجمريا مسرت كويمتيو هل فتارو اللو يلنيلو الفتارو له كلهم فلاسفة لما فتاري حدا فتاري خمسة يأمنوا صبوا أمو مش فتاري انتهى له تفطرت مالو دك سبات كم خاني اب الدنيا دم مالو كون ازي خمي غيركو يسرح هل تسقلوا رب قديفنا لا تسقلوا قدفنان مصحف توريدنا لوقات يخلنا صبغنا متكنا بر سلازي تازبلك ينسخا نظام حياه كامل نا الدنيا الله دي والله حجنا الدكتور كملس دكتور حسن كملس كيف يستطيع الاسلام تنظيم حياه الفردي والمجتمع والاسري؟ ودعنا نقول بأن الإسلام حدد كما تفضل شيخنا الآن أن الله سبحانه وتعالى سبق حياة الإنسان كلها بأحكامه منذ أن يولد وإلى أن ينتقل إلى الدار الآخرة فيلقى الله سبحانه وتعالى، وهي فترة الابتلاء وفترة الاختبار. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنظم الله سبحانه وتعالى تصورات وعقائد الإنسان. يعني الإسلام مثلا يجيب لك عن ما يسميه الآن الفلاسفة الرؤية المعرفية للوجود، من أين جئنا وإلى أين سائرون وكيف سنعيش. هذه التساؤلات الكبيرة اللي ينشغل بها الفلاسفة الإسلام جاوب عليه، وبالتالي الإنسان يكون منسجم على الأقل عقليا وروحيا. هو لما يجيب عن هذه التساؤلات لا يعيش إشكالات شكوك ولا يعيش أزمات داخلية، بمعنى هو لا يعرف لما خلق ولا يعرف من أين جاء ولا يعرف إلى أين يتجه. فالإسلام أول جاوب له عن هذه القضايا الكبرى، وبالتالي القضايا العقائدية تمت الإجابة عنها وتسمى في القرآن الكريم بقضايا الإيمان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني نظم كذلك بالتفصيل حياة الإنسان، نظم حياته كلها، نظم حياته التعبدية الشعائرية، ونظم كذلك حياته العامة، بدءا من الزواج والطلاق والنفقة والأسرة والسوق والعمل في المجالات الاقتصادية، في الحياة السياسية، نظم علاقات الأسرة ببعضها، نظم علاقات المجتمع ببعضه، نظم علاقات السلطة مع المجتمع. هذا تنظيم متكامل أجابت عليه إيه؟ أجابت عليه الشريعة. ثم لما يتشكل مجتمع إسلامي وتتشكل دولة إسلامية أيضا نظمت هذه الشريعة كيف تتعامل هذه الدولة مع بقية إيه؟ مع بقية الدول. نعم. ثم نظمت بعد ذلك ما يسميه الآن العلماء علماء الاجتماع بمسألة تشكل الحضارة الإسلامية التي تجمع وليست أمة واحدة. فتشكل داخل الحضارة الواحدة مجموعة ملل ومجموعة نظمت هذه المسألة. فالشاهد نريد أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي قال فيه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اشتمل على كل الحقائق الغيبية والحقائق الإنسانية والحقائق الوجودية في الكون، واشتمل على الهدايات، بمعنى أن والله قال لك فمن اتبع هدايا، هذه أحكام يا فلان، تتعامل في الأسواق بهذه الصورة، تتعامل في السياسة بهذه الصورة، تتعامل في العلاقات الدولية بهذه الصورة، تتعامل وأنت مع الأفراد العاديين بهذه الصورة، تتعامل في داخل أسرتك بهذه الصورة. إذا نريد أن نقول بأن الإسلام نظم حياة الإنسان منذ لحظة ميلاده إلى لحظة لقاء ربه. وهنا يصعب، هنا لابد أن نشير، يصعب على المسلم أن ينفك إذا أراد أن يكون مسلما، يصعب أن يجعل من شخصه مسلما وغير مسلم في آن واحد. بمعنى يتقبل الإسلام في مكان
ولا يتقبله في مكان. هذه صعبة جدا على طبيعة التصور المسلم. لماذا؟ لأن عرفنا الإسلام بأنه هو استسلام لله وانقياد له بالطاعة. بمعنى أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أوكلت أمري إلى الله، وأني أعتقد فيك يا رب بالخير والبركة، وأتلقى منك التشريعات وأتلقى منك الهدايات. الله سبحانه وتعالى أعطاك هداياته في الأرض، قال لك هذا كتابي هو كتاب الهداية. وخاصة انتهت الآن الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمام كتاب، ليس هنالك رسل يتعاقبون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أمامنا رسالة. فالشاهد أن الإسلام نظم حياة الناس كلها، لو التزموا به وعاشوا في كنفه فإنه بطبيعة الحال سيكون إن شاء الله وضعهم حياة طيبة، كما قال الله سبحانه وتعالى نحيينه حياة طيبة. فيعيش الإنسان بشريعة الله في تنتفي عنه 4 أشياء. إذا عاش وفق الهدايات ينتفي عنه الحزن، وينتفي عنه الخوف، وينتفي عنه الضلال، وينتفي عنه الشقاء. يقول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وفي سورة البقرة يقول فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيعيش الإنسان في كنف الشريعة الإسلامية وهو منسجم وملتزم بفطرته وبتعهده مع الله، العهد الذي أخذه الإنسان على الله. يبقى بعد ذلك عندنا ما نسميه نحن بالقوالب. يعني هل هذه الأفكار لها قوالب تتنزل فيها؟ نعم لها قوالب تتنزل فيها، وهذا موضوع طويل. يعني واحد من قوالب الفرد، القالب الثاني قالب الأسرة، أحكام الأسرة والعلاقات كيف تتأسس، ثم يخرج بعد ذلك إلى قالب الجوار والأسرة والمجموعات القريبة، الجار ذو القربى والجار الجنب، هذه نسميها نحن الإدارة المحلية. تنشأ بعد ذلك علاقات بينية في داخل المجتمع محكومة بنفس التشريع. فأنت فرد محكوم بشريعة، أسرة محكومة بشريعة، في علاقاتك مع الأقربين سواء كانوا أقربين رحميين كما في القرآن أو أقربين جوار، لك علاقات. ثم مع الأباعد فيما يتعلق بتشكيل نظام أبعد من النظام المحلي، فتنشأ مثلا منظومة دولة، فتخرج من إطارك الجغرافي المحدود إلى إطار إيه؟ إلى إطار أوسع، فتدخل هنا في علاقات أيضا ذات طابع إيه؟ ذات طابع عام. كل هذا الإسلام نظمه. فتجد أن القضايا النظرية اللي ذكرناها من أحكام وتشريعات ما تركها هكذا، لا، تنزلت في قوالب. أيضا هنالك قضايا متعلقة بالحقوق، الحقوق التفصيلية، حقوق الطفل، حقوق الأسرة، حقوق المرأة، حقوق الزوج، حقوق كذا، حقوق الجوار. أيضا موضوع الحقوق ستترتب عليه أيضا إيه؟ موضوع الحقوق أيضا يترتب عليه قوالب. مجرد ما أنت رتبت الحقوق ستترتب عليها أيضا قوالب تتنزل فيها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في هذه الجزئية. إن شاء الله. بارك الله فيك. دكتور بيان الله خمساي. دكتور بيان. أسمعك. أيوة دكتور بيان عنتوي بعرب قليز كان نيركا نخلتي أنسكي أميركا هم يركا تنقرني إذا إسلامنا انتاي مالتين كم أون إسلامنا ناي حبر السبب ناي ولك أو يعني ناي كله حبر السبب مالتي هوت كمرح زخيل هاي مانوت مخانو نزين كلتي هم يركا تقل تصلي بحثر زبل إن شاء الله. هو طبعا كمتي شيخنا شيخ برهان تقصوا تي كابينا بقس مالتي تقدم بقس خوينو زولو انتاينت اسلام نوعو تقريتو مالتي وزسلم الناس انتاي كامللي تواهبون ديو وهو الاستسلام لله بالتوحيد زبل وتقند الاستسلام زبحال زولو كم من تاي نحن ريو زلنا مالتيو حال سب ايدون تداهيو مالتيو صلاي تلا حج حيزوكا تاي تبحال ايتكايب كان صلاي ديبو እዚ ሰብ እዚ እንተ ኢደ ሂቡ እንታይ ክኸውን ማለት እዩ ኣብ ዝወተዶ ፀላእ ክኸይድ እዩ እሱ ዝበሎ ክገብር እዩ የማን ተበለ የማን ፀጋም ተበለ ፀጋም ክብል ማለት እዩ እስቲስላም ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ካልኣይ ኣረኣእያ ድማኒ ክህልወና ኣለዎ እቲ እስልምና እዚ መለለይ ተዋሂብዎ ዘሎ እዚ ንሕና ዘለናዮ ብነቢና ሙሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እተላእከ እስልምና ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩሉ እቲ ሃይማኖታት بالله سبحانه وتعالى زور زنبره كله استسلامي نيرو إلكام هابي نيرو كاب نبي الله آدم جميركا سع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم زلو التوم أنبياء توم الأخان كلهم حيزهم وزمترو وزنبرون كله انتهى نيرو مالتيو نقويتان الله سبحانه وتعالى إتكاتهب أب امنتك يخون تعقيدا مالتيو أب شريعة يخون أب كل تأزازات الله سبحانه وتعالى زاززك إتكاهبك تنوعه كتسعبك لها زيتي كانتاينتنا يسلمنا زبرها لمالت سلزي ناي
ቅድሚ ናይ መልእኽቲ ናይ ዒሳ ዓለይሂ ሰላም ናይ ኢየሱስ እንተዳኢልና መልእኽቲ ናይ ሙሳ ዓለይሂ ሰላም ናይ ሙሴ እንተዳኢልና መልእኽቲ ናይቶም ካልኦት እውን ኩሎም ከምኡ ነይሩ ማለት እዩ ኢድካ መሃቢ ነይሩ ስለዚ እቲ ሕና ንዛረበሉ ዘለና ሕጂ ናይ መልእኽቲ ነቢና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካብቶም ናይ ቀዳሞት ካልኦት አንቢያ እተፈለየ ዲን ሓድሽ ኣይኮነን ኩል ማ ኩንቱ ቢድዓን ሚን الرسل ሓድሽ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነቲ ዝሓለፈ ዲን ሃይማኖት ዘረጋግፅ ንዕኡ ኣረጋጊፁ ከዓ ሓድሽ መብርህን ሓድሽ ስርዓትን ሒዙ ዝኸይድ ይኸውን ማለት እዩ ተኻለይቲ ነጥቢ ተዛረባ ሓውና ዶክተር ሓሰን እዚ ሃይማኖት እዚ ንገዛ ርእሱ ብኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝመፀ ስለ ዝኾነ እቲ ካብ ጎይታ ካብ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዝወረደ እቲ እስልምና ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እቲ እስቲስላም ዝብሃብ ዘሎ ንመን ኢኻ ትህብ ዘለኻ ንጎይታኻ ነቲ ዝፈጠረካ እሞ እዚ ዝፈጠረካ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጠካ ክበካ ከሎ እቲ ሸርዒ እቲ ትእዛዝ እቲ መንፈሳዊ ስርሓት ይኹን እቲ ተግባራዊ ስርዓታት ይኹን ኩሉ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ንምንታይ ዝበካ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ህይወትካ ከተካይደሉ ሙሉእ ህይወትካ ከተቃልልካ ማለት እዩ ንስኻ አንታ ወዲ ሰብ ኣካላዊን መንፈሳውን ማሕበራውን ናይ ስድራኻ ናይ ዕብየትካ ናይ ንእስነትካ ደቂ ኣንስትዮኻ ደቂ ተባዕትዮኻ ኩሉ ዘማልእ ኮይኑ ማለት እዩ ንኩሉ ዘማልእ ንኩሉ ዘጠቃልል ዲን ስለ ዝኾነ እዚ ሃይማኖት እዚ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ይሰፍን ማለት እዩ ስለዚ እቲ እስልምና ክንዛረበሉ ከለና እቲ ሸርዒ ናይ ኣላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሒዝና ኢና ንኸይድ ክንብል ከለና ጥራይ እቲ ናይ ኢማን መገዲ ይኮነን ጥራይ እቲ ናይ ሸርዒ ወይ ከዓ እቲ ናይ ስርዓት መገዲ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኩሉ ዘጠቃለለ እዩ ሓታ እቶም ቋንቋ ዓረብ ክጠቕሱ ከለዉ من خصائص الإسلام أبلو تقندي الربانية أبلوها قويتاوي قويتاو خبها كله ربانية المصدر وربانية الغاية أتي كان لا أخي منيو كان مني فلفلوس دي هاي ما نوتزي كان مني نقيلو منيو مبقتيو الله سبحانه وتعالى أستيو كم وانت غاية ناتو ويكا تقندي شفتو وحسب كذا نتناتو ريدا نتركب نتناتو فطور نتركب سلازوخونه سلازي الله سبحانه وتعالى نسيم تلك نعو خطر تقبر أبرتي أخا أنت يتركب تدين كا نخلو زد قال له شامل اللي يخول مالتي نخلو زمالعي حدا عينات قدير ويخبها زي كان نعاخا أنت ودسب نتمحبر سب زمال ألكا نتناي من تساوي هوتكا زمال ألكا نتي ناي أكلاوي هوتكا زمل ألكا كله كتا زد ليكا أبزع على مزي كتنبر له التخيل ونوع من قد حسك له تخيل زي أبسلمنا ترقوا معه فالإسلام هو دين رباني ودين شامل رباني المصدر ورباني الغاية وهو دين شامل يشمل حياة الإنسان سواء كان حياته الروحية ويشمل حياته المادية ويشمل حياته الأسرية وحياته الاجتماعية وحياته الاقتصادية كل هذه الجوانب فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع فيها لأنه هو الذي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذا آية زي أنا جزارسها عباي مرتعة فور مالتي من قيات الله سبحانه وتعالى أنا فلتي مو أنت يتين عخم ذليكم فلتي عزيزكم الله انتي نعخم زغدكم فريتهم وخلكي لكم الله انتي نعخم زخونكم كنابركم زخيل اب سعاده اب حقص اب الدنيا اب اخره زون كله ابيكم بدنا زلو سلازي انت لا خابو وطينا نحسب انت لا اخينا ما قد خالق ليش كندل انت لا اخينا فسيما ناب قنوع شو تخبط صحينا خلينا زي ما شاء الله ما شاء الله زياده بارك الله فيك ما شاء الله بارك الله فيك دكتور بيان بحفش كبرى سمعتنا حجي نايلو معلت مدبنا زلو اسلمنا قبل علي اسلمنا قبل علي اسلمنا زور حقيقات هون حسوتات هون بحفش شو اسلمنا انتايو نزبل بسفي حكم مشايخ زقرب نايلو مدبنا ناب شيخ برهان كمل سي شيخ برهان قالنا ناب دكتور كن كيدنا ان شاء الله شيخ برهان مبدا قالي سبعه انتايبل إسلام ويكا كم دين هيمانوت اندحرينا كابتي هاجر مستفلي ومعبالي ترخي وزبلو لو انفصال هل ينفصل الدين عن الدولة يعتبر يعني شرطا لازما لتطوير المجتمع الدول طبعا زي قال زي بطعم زحزن قاليو وبزحات دق سبات توزوتيرو له
እዚ طبعا بمنقدينا شريعيان تراري خايو جيجايو كم تحج قبلو تصنحوا مشايخنا بارك الله فيهم بزعبا نتيدين كم منقستي ختفليو وتي منقستي كاب دين كتفليو دين اب منقستي اب سياسة زأتو نجر يبلون كتبل كم اون دين ترايني مسجديو مسجادن صلوت مقبارن مصعمل محجاجين تليكونو خالق نجرات زأتو نجر كتبل زي بزي شنخ زي مردع جيجايو جيجا ترايد ما يكونن اب كفر وين يبصحيو لمنتاي رب سبحانه وتعالى كم تزبل ولو مع انتي مشايخنا كم مجمريا مسرت جميرهم كساع ود سبسي رب سبحانه وتعالى خلقهم كله سقيلو اي خلقون سقيلو دما اي قدفون بدي ممهار بزي ممعاد بزي نوع متقام كم يجروا بالدنيا كم جنابر سقيلو يقولون سلازي رب سبحانه وتعالى كبلهم كله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أبزا أيازي أحجي كل نقراتنا ودسب أتيلو مالتيو عندما نقر قل إن صلاتي ريخا مزقادي مالتيو زيتات حجي ملكتي بكا كل نقرات ناي نفسخا زرقو قداي نتروحكا لعلي نبربدا بصحوني آخر نقر قل إن صلاتي ونسكي نسك لما أتخلوا نسخا تقبرو نبربت أقربو زخونا نقر كم أباقيع محراد كم حج محجاج نسك بهالم كله زيتات كله خاء نرب سبحانه وتعالى كم أون سغلو زيتراي أيكون رب سبحانه وتعالى قديفو نبزتراي يكون رب سبحانه وتعالى أكليلو لا ومحياي دم يلكا محياي دم كل نقرات بالدنيا تنابرلو أنا ببرخا ناي صلاة مسجدن ترى يكونن بالدنيا تقبرون نقرات سخا أتي معداكا مشاتكا أم مشطا يكون أب ممرعاو يكون أب مفتاح يكون أب منقستي مسرات يكون كل زي نقرات زي رب سبحانه وتعالى بكافة تفاصيله رب سبحانه وتعالى ذكروه يأبكوا بالقرآن إذن كتبلن كاللخان السخاء الدين الإسلام الدين كان منقستي خرحق الله كتبل كاللخا نسخات كحدا اللخا مالتيو نعم كسلازي كم زختبل يقبأ أكاني أتي دين كا خمسرت كم مطن منقستو خوينو كسرح دماني مسارحية دليو مسارحية دليو أب درجة عن خبتصح منقستي تتخيلو تواجبناتو نخقبر جينا كندينا نقرات له أقابب أو نخبتصح سقع بقع نخون حجي ختبل تخيل جينا نحنا كم مطن أسلام تقنتات ناي أبزينا لنا جزيه كن بتصحي كألنان جينا بقعنا كتبل إذا قبولي تقبلنا تلوه جن دين الإسلام بقع يكونن سلازي كاب زريق بدينا من قستات كأتو يبولون كتبل أزيك حداتيو لأنه كبر قويتا كله نود سب طعمه أوريديو أب كبر القرآن والأخر ما رب سبحانه وتعالى سيدنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قستي أتكيلوم يوم وقنوح من قديد ما عندك سواتها بتحميهم تيجي جا بس كاب دك تسلم منا إمبارح كم ترى الأزوزهم سندي قبروا كم ترى أبزي دولة تيجي جا سخات طريق الكاتبل نحنا كستانين أسلامي نازلنا معدنا بار دين الإسلام أيكون النانيو كنقبر عين خلينا زي جيجا يجزء سلازي حجي جيجا ناي سبات ندينا نريز لنا هل ناب دكتور حسن كخيد دكتور الفصل الدين هل الفصل الدين عن الدولة يعتبر كشرط لتطور الدول؟ في بعض الناس يفكر إنه تطور الدول يأتي من فصل دين من دولة. طيب أول فكرة كما تفضل الشيخ أدركنا الآن طبيعة الدين الإسلامي كدين أنه دين لا يقبل مسألة الفصل
لا بين الدنيا والآخرة، ولا بين الإنسان والإله، ولا بين الإنسان والطبيعة، ولا بين يعني لا يقبل فكرة، ولا بين الروح والجسد. الإسلام حالة توحيدية، بمعنى أنك تأخذه كما أنزل الله سبحانه وتعالى. استطعت أن تطبقه الحمد لله، ما استطعت تقر به، على أن الله سبحانه وتعالى طلب مني ذلك. يا سلام. لكن أنا والله حاليا قادر أن أطبقه واقفا، ولا قادر أن أطبقه قاعدا، ولا قادر أن أطبقه وأنا مضطجع، ولا والله أحتفظ بها على الأقل وأنا أعتقد المعتقد السليم. يا سلام. كما قال النبي يعني صل قائما فإن لم تستطع فصل جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. تمام. هذا من حيث التطبيق، لكن من حيث الاعتقاد لا يقبل التجزئة. لا يقبل التجزئة. يعني أي مسلم في حده الأدنى ليسمى مسلما عليه أن يعتقد بكل ما أنزل الله في كتابه. يقول أن الله سبحانه طلب مني ذلك. لكن لما نأتي إلى التطبيق، في تطبيق متعلق بالأشخاص، في تطبيق متعلق بالأسر، في تطبيق متعلق بالمجتمع، في تطبيق متعلق بالدولة. فأحكام الدولة ما حتطالب بها إلا لما تتحول أنت إلى إلى دولة. لكن تظل أنت معتقد ذلك، وتعتقد أن الحكمة والعدل والرحمة في كتاب الله وفيما شرع الله سبحانه وتعالى. يا سلام. يعني عدم قدرتك للتطبيق لا يعني أنك أنت تنكر. يا سلام. لأنك إن أنكرت قد تقع في المحظور. هذه واحدة. نعم. النقطة الثانية، هنالك مشكلة الاستجلاب، وهو أن فكرة الفصل نشأت في أوروبا لعوامل تاريخية معروفة لا نطيل فيها الآن. طبعا. عوامل عديدة جدا تتعلق بالكنيسة، بسطوة الكنيسة، بوقوف الكنيسة ضد العلم، بوقوف الكنيسة ضد المعارف والتطور، وقوف الكنيسة مع الاستبداد والمستبدين والملوك، أدى ردة الفعل أيوة. إلى أن الكنيسة يطاح بها مع الملكيات. فأنكر الدين المبدل. يعني كان بالنسبة لأوروبا فكرة فصل الدين عن الدولة رحمة، لأنهم ليسوا أمام دين منزل من الله، إنما هم أمام حالة من الخليط. في ذلك الوقت تشكلت ما بين الديانة المسيحية المحرفة، وما بين الفلسفات الإغريقية واليونانية القديمة، وما بين ما وصلته أوروبا حديثا. هذا الخليط سامتهم سوء العذاب. أيوة. نعم. سامتهم سوء العذاب. نعم. فكان لابد أن يخرجوا عليها. نعم. هذا النقل، لما تأتي هذه الفكرة الآن تنقلها إلى بيئة لا تعرف الفصل، عاشت حياتها كلها بدين، فستقع في إشكالية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، تعريف الدولة نفسها في العلوم السياسية والاجتماعية أن الدولة هي أرض وشعب وجغرافيا، أرض وشعب وحكومة. فهل الآن نستطيع أن نفصل هذا الإنسان عن ثقافته ولغته وهويته ودينه وتشريعاته والأشياء التي يؤمن بها؟ هل يمكن أن نفصله؟ فأنت لما تقول نفصل الدين عن الدولة كأنما تقول نفصل الإنسان عن عن الدولة، وهذا ليس منطقي، هذا ليس صحيح. فالشيء الذي نقوله بأن الدين أول فكرة الفصل نفسها إشكالية، ولذلك لما أوجدت الإشكالية عندهم طرحت 3 مستويات للفصل. منهم من قال مطلقا نفصل الدين عن الحياة، ومنهم من قال نفصل الدين عن الدولة، ومنهم من ضيق وقال نفصل الدين عن السياسة، الممارسة السياسية. كل ذلك بالنسبة للإسلام ليس صحيحا ولا يؤمن به. أما مسألة التطور وربطه بمسألة العلمنة هذا ليس صحيحا. كم من الدول الآن تبنت الفكر العلماني وتبنت التشريعات العلمانية ولكنها تخلفت. كثير من الدول متبنية علمانية ومع ذلك ليست متطورة وليست متقدمة. وبعض الدول التي لم تتبنى العلمانية بل ربما تبنت يعني أشياء فيها أديان، فيها احترام لأديان هكذا، وهي متطورة ونجحت. فليس هنالك تلازم ما بين إن والله كل ما كان له علاقة بالدين يؤدي إلى التخلف، وكل ما انفصلت من الدين وتحررت من الدين فأنت تتقدم. هذه ليست صحيحة. ليست صحيحة. طيب الشيخ حسن، لو إضافة بسيطة، تاريخ الإسلامي نعم عبر العصور التي مرت، نعم، كيف كان الإسلام تحمل في هذا الموضوع؟ على كل منذ أن نزل الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وظل كما ذكرنا يسعى إلى تكوين حضارة إسلامية وليس دولة إسلامية. يعني هو لأنه دين للبشرية كلها. تمام. والبشرية ما تستوعبها إقليم ولا يستوعبها دولة، ولكن تستوعبها حالة أممية. فالإسلام لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ مجموعة مسلمة، ثم أنشأ بهذه المجموعة دولة مسلمة، ثم هذه الدولة المسلمة تحولت إلى حالة من الحضارة الإسلامية أو الإمبراطورية الإسلامية. في تاريخنا أنا أقصد النجاحات التي حققها الإسلام عبر عصور تاريخية. هذه 1300 سنة أيوة. حصلت فيها طفرات علمية كبيرة جدا، حصلت فيها طفرات تشريعية كبيرة جدا، حصلت فيها هدايات للبشرية بشكل كبير جدا، لأننا المساحة التي غطاها الإسلام كانت تغطيها الوثنيات، وكانت تغطيها الأساطير، وكانت تغطيها الأوهام. نعم. فلما جاء الإسلام نقل
هذه الشعوب كلها في بوتقة واحدة سميت بالحضارة الإسلامية، وعاش الناس في كنفها. في ظل هذه الحضارة ما سمعنا في يوم من الأيام مثلا شكل الدين عقبة أمام البحوث العلمية. يا سلام، هذا اللي أنا أريد بالعكس، أن كانت هنالك البحوث العلمية والأطباء والاكتشافات موجودة على أحسن ما يكون. ثم لم يقف الإسلام في تاريخه أيضا أمام الترجمات والاستفادة من الحضارات الأخرى فيما لديها من خير، لأنه أنت عندك الفلترة كيف تستطيع أن تستوعب وتجدد. فترجمت كل الكتب الحضارات الأخرى وأدمجت داخل الحضارة الإسلامية. لم نسمع في تاريخ المسلمين مثلا ما يعرف بالتصفيات الدينية. التاريخ الإسلامي منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كان على الأقل قائم على مسألة أن هذا الدين يستوعب التعدد. يا سلام. يعني النصارى واليهود والمسلمين وغير المسلمين من المنافقين كلهم وجدوا داخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله لدولة نبيه أن لا تكون دولة مسلمين فقط، ولكنها كانت دولة الناس. يا سلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام دولته يا سلام. أقام دولة الناس. يا سلام. وهي للناس. يعني فعلا الاستخلاف الذي ذكر إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. فكرة الاستخلاف مرتبطة بالناس وليس مرتبطة بدين معين. نعم. لكن ما الذي يحصل؟ الدين الذي يأتي للناس ينظم علاقاتهم البينية في الدنيا بحيث والله لا يعتدي بعضكم على بعض ولا يحترم بعضكم على بعض، وتحاوروا فيما تختلفون فيه. وفي نهاية المطاف لا إكراه في الدين. يا سلام. لا إكراه في الدين. فالإسلام تقريبا هكذا كانت دولته، وما عرف على الأقل ما عرف نظام المحاكم التي نشأت في الأندلس وغيرها. مثلا التاريخ الإسلامي لا يعرف إبادة نصارى ولا يعرف إبادة اليهود ولا يعرف إبادة هذه الإبادات التي تعرف للأديان المخالفة، لم تعرف. وإلا لما وجدنا إلى يومنا هذا في بلاد المسلمين مجموعات نصرانية ومجموعات يهودية ومجموعات حتى من غير اليهود والنصارى ظلوا في داخل الأمة المسلمة، لهم حقوقهم على الأقل في الحياة وحقهم في العيش الكريم وحقهم في الكرامة الإنسانية. لم يكن هنالك أي مشكلة. الحكم في الإسلام في إسبانيا 800 سنة تقريبا. نعم. وفي الهند 100 سنة تقريبا. نعم. لو كان يعني يجبر أو شيء يعني كانوا تحولوا إلى الإسلام. كان تحول هؤلاء صح. صح. فالإسلام ما أجبر، بالعكس ما أجبر. دكتور بيان قال له مساي. دكتور بيان سمعنا الله إن شاء الله. نعم نعم. فكر. دكتور بيان سمعك الله سمعك. أوكي. دكتور بيان زي ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝሓታ ጉዳይ ሃይማኖታት ካብ ሃገር ምስተፈለየ እዩ ምዕባለ መጽ ዝበሃል ወይ ከኣኒ ምዕባለ ክመጽእ ተኮይኑ ሃይማኖት ወይ ዲን ካብ ሃገር ክትፈልዮ ኣለካ። ሃገርን ዲንን ነንበይኑ ጉዳይ ብሓደ ከይድ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን። ወይ ከዓ ንሱ ሓደ ካብቲ ፀገም ንሓንቲ ሃገር ክትምዕብል ክትጥወር ማለት እዩ ሰበብ ዘቕርቦ። እዚ ከመይ ትሪኦ ኣብ እስልምና ረኣያ? طيب طب حساب زي ويكا زي رئيسي جزاء رسوق بالرؤية يكون بناي حساس بسلمنا جن بنال باش السو زي نظر زينة تي أب وخبر تحدث صوت رخبة ابتدين مستقل قالوا شعو أنت ما حيا شوفيتو أوروبا أنت دارينا توم بلت كريستيان زبهالان ثم رحت هايمانو دخوينهم درجة نسي الحمد لله يوم كان حزبي صوت مو جيد. يوم كافتي يقررت على دمصها إنها تقوم ما تستنى حيزهم بتي. طيب دكتور كن ملسك إن شاء الله دكتور بيان وهنا قررت على كسمعي كألنا على دمصها اسك هلاي من البات حاول. طيب دكتور بيان اوكي دمصي يلن قرارص انا سلازلو مالتي ان شاء الله وانا خبرها دس بلني. طيب اذا زربا خبلا صنحي دكتور حسن. اي سلامنتا يوم دك سبات زبلو
أتي دين أتي منقستين دحرك معبل ترى أخوينه كاب هايمانوت كرحق الله كاب دين حرام الله زي سبب سنتايم تي وبزبل حتى زي قدام أي نجر كاب أوروباي متيو زي نجر زي نمنتاي أتوم بتي زنبرو نساتهم بيت كريستيان مستي بيت مهرتي مستي ناي نقسنت تحقاقيزهم كسرحون كله بطعمي عبي عمس نيرو عبي ظلم نيرو أتي دك سبات بفتحن برهوان كنا برو أي كقالون سلازي كلاتهم بقر تأكبهم انتايلهم ازي ظلمزي وريدنا دولو سنكنا بيت كريستياني سلازي امبقر بيت كريستيان مش من قصتو خوينو من عنا زوقتنا دولو امبقر أطفئوه نزي نقرزي تأكبهم سلازي لهم هايمانات كحز دلي أبيت كريستيانو يحز بزعبا أنا كايدانا هنا نبروتنا هنا أتي الصراحة حنا بعدنا نحنا بعلنا نفتحه حد سرعات نقبري لهم مالت حد سرعات نقبري لهم مالتهم تمام حجي كم زمس قبروا حد نقرات بقر نجيحهم أتي تغمخري يقولوا ريقهم حجي دك إسلام أكندي نتي دينهم زريئو أكندي تي تاريخناتهم زريئو انبقر نحنا أبزي حسرتين ووردتين بس إحنا يدلنا أتي دين الإسلام سلا دحزنا أين انبقر نتي دين سي كاب أنا بابرو نحنا أرحقوه أم مسجد را يكون إلهم يخم أزي تيجي قان حودقنا يدلنا قلوا تني من لس نحنا أبتي تاريخنا هنا كاب مجمريا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحيزنا كساع بجزية من قصتنا خلفاء الراشدين والدولة العباسية الكا والأممية الكا بفتصم أي ترخبن عمت أي ترخبن ظلمي أي تركبني أبدا دين الإسلام مسيئون خستان أطفئوهم ويقتلوهم عقوبهم زخفلوا بحق زخدوا أي تركبني أبدا بتاريخنا يسلمنا دين الإسلام كم زجروا دحنا الشحن 400 تقايد دين من قصصات مسرتي هايمانوتيو كما يقولون زم كلهم عمتات كما يقولون عم مسريتهم معنا خساع الدولة العثمانية درجة نخلو أوروبا مسنا كله تعشمو حزات نيرا بدين الإسلام كما يقولون خبها لي بقر نحناسي دين الإسلام سي أدونقي نعيو الدين الإسلام سي أرحقنا يخبها كله زي ظلميو أب حكي نزارب لنا مالته بزم مغنيتي زي كما يقولك تفصل بالعكس بأنصارو أتي أسلاماي بتربد أزوزو سلا دي سرحة أزي ينبقر أحسيروه أزي ينبقر دحرت من يسوون بر بدينو أب نفسه بدينو تتسرح أب بيتسبب بدينو تتسرح أب حبرة تسبب بدينو تتسرح أزي مخالا نيرو سلازي خميقر كان استخام بقر نتي دين الإسلام نسيو أتفي إنا دولو نسيو أرحقنا دولو ختبل لا نسيو أرحق كان سلازي إذا نقطة تزارب دكتور حسن بطعمي نستخاء ابنتك أب نفسك ابنتك بتستخاء بتربد عزيزك تأمن قديش أيو أن دين الإسلام دين قنوعيو دين نخلو نخلو جزية نخلو لك سبات نخلو من قستاد تأكم دينيو تأمن كتقبرو تخيلك بحق تعو تخيلك تبقى أي خال كان دما بإيمانك حزكا سقتبل أما يكونون يتبل كاب دين الإسلام كاب من قصصات الكافر حق الله ختبل زي جيجايو زي يعني خبرها فتوى بارك الله فيك دكتور حسن دكتور بيان طب دكتور بيان كان كيد إن شاء الله دكتور بيان سمعنا الله أيوة إن شاء الله تصبح كله تصفى قبر سمعنا الله دكتور هو سمعك طيب الله اوكي مو كنت قصل دوني تا نعنتو ولا اخذ ملكا تحطو في لا ساعتها حطو بزعباتي اما قص من مالت على عدين تلاخ محايش كوينو كاب هايمانوت كفل اللو تبل اني حق هو هم يحسب سب سلام دحرك انت يبل مسلك او بابرسيو زي حاجه اوروبا زولو غداي كري كله زناي عرب هاجرات زي ما عبولو مخانم حج خريئي كله من البات تي هايمانوتيو هم غيروهم زبل سبونا يساننيو
هو زي طبعا زي الرأي زي حصير الرأي احنا نقول نخيل مالتي ومخنياته حدا سب حدا ريته خوسد كله ويكا حدا عينت مصنعات غيرهم موني نابزي عينت زي وصيت بزح يخبلون كله نخلو التقاريلو كمهارو ويكا كصنعوا له كما مالت حجي تراين اوروبا وسيدو زوم اوروبا يعني زيهم سي كاب هايمانوت سله نتي ناي حقروم سرعات سله زفليو تمحايشهم هابتي موت عاد زبل زربا خزارب كله حرايسكي زس اوروبا نرايو جن تراي اوروبا ديا تي هاجرا كاب ሃይማኖት ፈልያ ተካይዶ ዘላ ወይስ ካልእ ሃገራት ኣለዋ ክንደይ ሃገራት ኣለዋ ድግ ከምቲ ኣብ ኣውሮፓ ዘሎ ሕጊ ወይ ከዓ ኣካይዳ ስርዓት ናይ መንግስቲ ከምኡ ይኸዱ ግን እቲ ኣብ ኣውሮፓ ዘሎ ልምዓትን ኣብ ኣውሮፓ ዘሎ ምምሕያሽን ኣብ ኣውሮፓ ዘሎ ልዑል ናብራ ኣይበፅሑን እንታይ ኮይኖም እዮም ስለምንታይ እዮም ممكن حدا بكلا صم تعالوا سلوزو خوليهم أبز خمس بزحهم الله بدي مالتي أنا سلزي زي الرأي زي حتصير الرأي أيو تي زبر مصنعتون نمل كل زي مال خونا له مالتي سلزي تي بهايمانو زخيد كترف ويكا خسنف تي كاب هايمانو تفدي وسرعات وزمر كا زم حايش زبل أبزي وتصير زي بتصح شفت أخذ وكالة ترايتي أوروبا ترخبه نسو خلاي كونتي أوروبا ترخبه نخم حايشو عدلات نيروم تزعكتهم زنبرجن توم رحت هايمانوت تن بتكريستيانات سلزخنا من الباش أبو الصوم تعويتهم بخون اليوم اسلمنا جن بخون الرايح نري عين خلالينا مخياتو تي ناي اسلمنا ممرحي يخون توم علماء زبالو مرحتي دين زبالو علماء اسلمنا نتي ناب معبالة زبصح ناي مصنعتات يكون ناي مترجم بصحفتي يكون كاب كالة علامات زلو من قياشات زلو حدش ناي فابريكا ناي مستراح ناي سراح عينات يكون ناي حدش نجارات من هذا يكون كاب كل عالم يتصور يروم على زيو التاريخ اسلمنا تدارينا يو تنز حلفة الدولة مجمع يا زنبر حديد الدولة الأموية الدولة العباسية تنبيهون تهم خلفاء الراشدين يروم أبزو وانا تزيد مجمع يا اسلمنا زنبرلو تي زبوت لو زنبر أفتي وانتي ناي من قصدي أكايدا بتنا اسلمنا ناخذ خلو زبوت لهم زنبر ناي سنة فلتت ناي سنة طبب ناي كإلاتات بعينته انت لا أفتي عدهم زي رخبوه كاب كاله هاجر مصحفت النامسو ناترغمو مهورات امتيومون نخمبرو لهم እዚ ኩሉ ይካየድ ነይሩ ማለት ስለዚህ ትምህርቲ ንኽትቀስም እስልምና ዝኽልክል ኣይኮነን ንኽትመሃር ዕድል ይኸፍተልካ እዩ ንኽትምዕብል እውን ይእዝዘካ እዩ እታ ቀንዲ ነጥቢ ዝጠቐሳ ሓውና ዶክተር ሓሰን الإعمار في الأرض الله سبحانه وتعالى استخلاف غيرنا زلو خلفاء في الأرض غيرنا زلو نزا مريت زيها كن عمرات كما يركا خات عمرات كنت تراي بزو تبازو من اوان مريت مولات راي مالت سيكون زد حدا تراي حدا شنخ ناي معماري مالت توالت البازح زي حدا معماري كن كان معمار ونالو تهانصا اتي معباليتات ازلو بزوتات انت لا مخينو تمهز حدش نغرات تمهز تمص نتعدي زمحايش ون تفصم سب زعرفلون سب دريتو زرخبلون كله تقبل ما دغزا رسو النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة زي أترايسي انتهى مالتي أنت لا من قد سريح كاما من قد انت لا وشو خالد قوينو من ترى ألغي ترى ترايس أريكايا طيب أنا من قد زي انت لا جمينتو كاترامي الصبابي غيو أما لاخي غيو مخها سبع عريف له كيتا عن كافيه بقليل من قد خضر انت لا أقل زيادة مالتيو سلازي السودة يكون تسلمنا زغدفو ነገር የብሉን ኣይኮነሎ ነቲ ናብራና ንኸምሓይሽቲ እቲ ዝነኣሸ ነገራትን ከለመዓራርዮ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኣዚዙና እስልምና ዝሓዘ እስልምና ሒዙ ዝኸይድ ኣብ መንፈሳዊ ህይወቱ ይዕወት ኣብ ኣዱንያዊ ናይ ዘለዎ ህይወት እውን ኣካላዊ ናይ ዓለማዊ ናብርኡ እውን ይዕወት ማለት እዩ ክትመሓይሽ እንተ ደኣ ደሊኻ ብዱንያ
بنصارو نتسلمنا قطع بالكافة تحزان لك اسلمنا خمنتاي دخلك لك كابل نفس خاز يقولون عالم يقولون كاب حارة طيب دكتور بيان جزاك الله خير أبريكا يا لخا نسلمنا ما شاء الله بقوعكم مخانو قل زاربو حواتنا نحنا عدناسي بسلمنا نكايت يعني خلينا قل زبلسي زي انتهي تعليق هبه بارك الله فيك طبعا زي شجر زلو متاعو تي اب نفسهم زلو ريتو جيجا زلو كوي مخنياتا امزريو حدا هايمانوت انترا كمرخ كوينوس نتي كالا هايمانوت كتصرغو الله وي كاخرو تصلو وي كعمصلو زبل حساب ابرسهم سلازلو معناتيو تاريخ اسلمنا خطعت بي ونقيس وني رحونا دكتور حسن يلوكا تسلمنا نغزا رسو كما حضر تدارينا يو اب تاريخ تدارينا اب مدينه النبي صلى الله عليه وسلم افتدر اخلو تراي اسلام اي نبرون تايدا اي بداويان نيرو بدحريو ون تدارينا تسلمنا ولا الناس فحفحي خيدو ابعال سوريا بزيحو ابعال العراق بزيحو كنا بلا ابعال قبص بزيحو كنا بلا نقص لقيت كله تي مسلمنا خاط وزدلي مسلمنا دسيلو زاتوي تقبلوا مسلمنا اتيو انا كن افتح هايمان كتصنخ يلو كنبريه كاب هايمانوتي اي وصني زبله ولا حنت خيبرو كوفيلو ينبر نيرو بسلاتو حلو نيرو السخاس اسلامي يكون كانيلو اي تقتلن اي تقذفن اي تعمصن انتي دا كم ودع الخوينو كم عدو كم مريتو نحرسه ان نغده يبلع نيرو معناتو سلازي ستوم تي زقال زلو منال باش كابتي اب تاريخنا كريستنا ويكا بقلقله جيغاتا تفصمه كاب حدا خلته اسلام زرايو ناي بعد تراح وكان عامل تراح كابوت لو بيسوم انت دا خويلهم تزي خوينهم تسلمنا حق بحق انت دا نقيسو مخاتي بسلمنا مريحو زخيزلو حق بحق تسلمنا قدي بترا خيدو نسلام يا يعمز زي اسلام يا يعمز كلهم فتحي بسلام كم زنبرو ايو ان شاء الله بارك الله فيك دكتور بيان أصريخيان جزاك الله خير الله يعطيك العافيه دكتور حسن كملس دكتور حسن في سؤال فيسبوك أبو جمال حسن أبو سماح يقول كيف تعايش مع الآخر؟ هل نحن كمسلمين يجب أن نسعى في جعل دولة الإسلامية في إريتريا؟ على كل نحن الآن نفرق بين أمرين في هذه المرحلة، نفرق ما بين الشعوب وهي متواجدة في بلدان على كل لها خصوصيتها ولها طبيعتها خلال 100 سنة الماضية، وهنالك مفهوم آخر يتعلق بالأمة ونظامها السياسي وما ينبغي أن تؤول إليه كمجموع بأمة. لا نفكر الآن بهذا المنطق، دعنا الآن نفكر بمنطق أن هنالك دولة اسمها إريتريا. في هذه الدولة الإريترية المسلمين عليهم أن يسعوا للمطالبة بأن يكونوا على قدم المساواة مع الآخرين. يعني الشيء الموجود الآن ليست هنالك على الأقل ما يمكن أن نسميه دولة المواطنة التي الآن يكاد يكون الفكر الرائج في عالميا هي فكرة المواطنة، وهو أن يتساوى المواطنون داخل هذه الدولة وتحترم الدولة خصوصية مواطنيها وخصوصية مكوناتهم. فإذا كانت دولة فيها تعدد، فيها مسلمين وفيها مسيحيين، عليك أن لا تحاول أن تغيب تماما أي طرف من الأطراف. هذه مسألة مهمة جدا. فنحن الآن على كل في داخل إريتريا مسألة إنه والله بما يطالبون المسلمون حاليا مطالبين ابتداء بأن يكونوا موجودين، هذه الخطوة الأولى. أي تنظير آخر وأي كلام آخر يعتبر كلام فارغ، يعني لا محل له من الإعراب، لأن من ليس موجودا على الأرض لا يطالب أن يقيم أصلا لا دولة إسلامية ولا إقليم إسلامي. يعني فنحن في هذه اللحظة التاريخية في الدولة الإريترية المسلمين يريدون أن يكونوا متواجدين في بلادهم، يكونوا متساوين على قدم المساواة مع بسلام وأمان، في سلام وأمان. نعم. يريدوا أن يعيشوا على الأقل يساهموا في بناء الدولة الإريترية، لأنهم هذه الدولة ناضلوا فيها وقاتلوا فيها وقتلوا فيها، وبالتالي ولدت دولة اسمها إريتريا يريد أن يكونوا جزء من هذه الدولة. بعد ذلك فيما يتعلق بقضايا الحقوق وقضايا خصوصياتهم الخاصة، هذه ما دام أنهم موجودين يستطيعوا بكل بساطة أن يطالبوا بحقوقهم، وفي ظل على الأقل النظام السياسي الذي يتيح للناس الحريات للجميع، يتيح الحقوق المتساوية للجميع، يتيح المشاركة السياسية دون إقصاء أي مكون من المكونات للجميع. يجب أن نستبعد فكرة أنه أي طرف من الأطراف يفرض نفسه بقوة السلاح على الآخرين،
وفي ظل دستور محل اتفاق بين كل هذه المكونات، اعتقد انه الشعب الاريتري ما عاجز انه يتعايش بسلام، وتاريخه ما يقال بانه تاريخ حروب دينية ولا تاريخ حروب قبلية، شعب متسامح، شعب متعايش، شعب قادر على إقامة دولة على الأقل إن شاء الله تسع الجميع. والدولة الاريترية فيها من الموارد وفيها من الإمكانات وفيها من الخيرات ما لو استطعنا أن نقيم نظام سياسي عادل على الأقل أن نصل إن شاء الله إلى دولة الحق والعدل والحرية والكرامة الإنسانية والمشاركة في الموارد. وأهم شيء نتجنب فكرة الإقصاء والإقصاء المتبادل، يعني فكرة أنا لا أعترف بك وأنت لا تعترف بها، ما تقيم دولة. الدولة تقوم على أساس أن مواطنيها يعترفون لبعضهم البعض بالمواطنة، أقاليمها تعترف لبعضها البعض بالمواطنة، جميعا يعترفوا بأن موارد هذه الدولة لهم جميعا، يدافعون عنها جميعا، كما أنهم والله في النضال قاتلوا لها جميعا، فهم أيضا الآن يستفيدون من هذه الدولة جميعا. يعني شيخ حسن كأنك تقول من الرؤية الشرعية بدل أن يطالب المسلم بإقامة الدولة الإسلامية في إريتريا عليه أن يطالب كوجوده كمسلم أساسا ابتداء. نعم. يعني يتدرج شرعا في هذا الموضوع، يعني يثبت نفسه كمسلم في دولته. صحيح. نعم. وبعد ذلك يبدأ يطالب بحقوقه بشكل تدريجي. نعم. يعني نحن خلينا نعطي الأوصاف أصلا للممارسات داخل الدولة، يعني الآن حتى لا ندخل في إشكالات على الأقل معرفية في إنه دولة إسلامية ما دولة إسلامية، ما أنت الإسلام هو عبارة عن أحكام وقيم وعقائد يتحرك بها بشر داخل هذه الدولة. فإذا كان هنالك مسلمين يتحركون داخل الدولة المسلمة داخل الدولة الأريترية، فإن الإسلام حاضر، لا نستطيع أن نسمي بعد كده الدولة ننفي عنها صفة صفة أنها دولة فيها وجود للمسلمين. ثم أيضا أنا غالبا ما أقول بأن الدولة الأريترية تاريخيا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المناطق الطرفية في الدولة الإسلامية هي أرض دعوة، أرض للدعوة، والمسلمون يقومون فيها بما أوجب الله عليهم بحسب الإمكان. استطاعوا أن يشكلوا فيها، استطاعوا يقنعوا الآخرين، لأن الدين الإسلامي أيضا دينا ليس منقلقا، يعني نحن لا ننتسب إلى دين منقلق ولا نؤمن بدولة منقلقة. يعني نحن نؤمن بأن والله التبشير يتاح لهم والدعوة تتاح لنا، ما في إشكال. حينها من كان الأقدر على كسب الآخرين وطرح رؤيته الدينية ورؤيته العقائدية طبيعة بعد فترة حتلقى نفسك ما في حاجة اسمها عبارة عن كنتونات مغلقة. الدعوة ستتاح لهؤلاء وتتاح لنا نحن، وبالتالي هنا المجتمع يتفاعل تلقائيا. الدين بيمشي فيه متحرك، اللغة بتمشي فيه متحركة، الأسواق بتمشي فيه متحركة، ليس هنالك شيء اسمه جمود على حالة واحدة. يكون اختيار الناس، يعني اختيار الشعب، اختيار الشعب. إذا شافها يعني الناس في نهاية يعني المطاف نحن نريد أن نتيح للشعب حرية اختيار هويته وثقافته، اختيار دينه الذي الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين، اختيار نظامه السياسي بحيث لا يكون هنالك إكراه. إذا كان الله يقول لا إكراه في الدين من باب أولى لا إكراه في السياسة، يعني أصلا لا، الله في حقه قال لك أنا لا أجبرك على أنه والله غصبا عنك، ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس جميعا كان جعلهم مؤمنين إكراها، لكن ما أراد الله ذلك. فنحن على كل في إريتريا مطالبين كما قلت ابتداء بدولة العدالة ودولة الحرية ودولة المساواة للجميع، ويتفاعل المجتمع، لأن المجتمع الإريتري الآن صعب أن تطلق عليه أي صبغة من الصبغ، لكن التفاعل الإيجابي داخل الدولة هو الذي ينتج إن شاء الله. طيب هنا يريد سؤال، معلش أستأذن الأستاذ آدم سون حتى تكتمل الصورة. من طالب الآن من الإريتريين المسلمين وقالوا نحن نطالب بدولة عادلة ديمقراطية تعطي الحقوق للجميع، ولم يطالب مثلا بدولة إسلامية، هل نقول لهذا أنت الآن ترتكب جرما عظيما في الشريعة الإسلامية وأنت تتهم بكذا، رغم أنه هو الآن يطالب بدولة عادلة تتيح له أن يؤدي عباداته الشرعية وكذا؟ ما رأيكم في هذا دكتور؟ والأسف الشديد كثيرا ما بعض الناس لا يفرق ما بين العقائد والإيمان وما يدين الله به الشخص على مستوى إيمانه وما بين ما هو مطلوب في عالم السياسة والعمل. في عالم السياسة والعمل فقه الولاية السياسية يقوم على القدرات والإمكانات والحجم البشري للكتلة المسلمة نفسها. يعني لا يمكن لمجموعة في دولة مثل جنوب أفريقيا مثلا يشكل المسلمون فيها 5%، أنا أكلفهم بأنهم مطالبين بأن يقيموا دولة إسلامية، ما مطالبين بأن يقيموا دولة إسلامية.
هنا مطالبين بأن والله 5% يطلعوا عليها حقوق الدينية، حقوق الثقافية، حقوق الشخصية، أن يكونوا على الأقل محترمين كوجود. وهذا الذي حصل. ويحضرني في هذا المقام أحد المشايخ الأفاضل في المدينة المنورة، جاءه بعض طلبة العلم من جنوب أفريقيا، وحينها كان نيلسون مانديلا الراحل طالبهم بعد أن صار رئيس للدولة، قال لهم أنتم شاركتم معنا في الثورة، عملية الثورة اللي كان يقودوها السود في جنوب أفريقيا، والآن أريد أن تقدموا لي احتياجاتكم. فللأسف على نفس هذه الطريقة طلبة العلم اختلفوا، بعضهم من قال هذا حاكم غير مسلم ونحن لا نتعامل معه والدخول تحت ولايته وكذا. فجاءوا إلى هذا الشيخ في المدينة المنورة فقالوا له والله اختلفنا، نيلسون مانديلا طالبنا بأنه والله ما هي مطالبكم واحتياجاتكم الدينية ونحن اختلفنا. قال لهم نيلسون مانديلا عاقل وأنتم مجانين. الله، يعني أنتم هذا الرجل عادل ومنصف وطالبكم بما يمكن أن يكون على الأقل ينفذه لكم كدولة، وأنتم 5% ما أكثر من ذلك. فنحن للأسف الشديد بعض الطلاب أو بعض طلبة العلم في أوروبا مثلا الديار ديار كفر، هكذا تصنف الديار ديار كفر. نعم. من الخطأ جدا أنك تطالب بأحكام الإسلام في غير ديار المسلمين. صحيح. مش كده؟ أيوة. فهذه أحكام الديار كثيرا ما تخفى على طلبة العلم. دولة مثل إريتريا الآن الوجود فيها والثقل فيها والهيمنة فيها مثلا ليست للمسلمين، عمليا ليست للمسلمين. يا سلام. هنا من العقل جدا والشريعة، من العقل والشريعة هذا أن المسلمين من العقل والشرع أيوة. أن يطالب المسلمون في هذه الدولة بالوجود أولا الذي يحقق لهم الأمان ويحقق لهم المشاركة ويحقق لهم المواطنة الكاملة دون أن يكون لهم أي نقصان، مع إيمانهم بالكامل. هذه قضية إيمانهم الكامل بأن الله سبحانه وتعالى كلفهم بأنهم في داخل هذه الدولة يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقارع بالتي هي أحسن، ما في إشكال. لكن على مستوى السلطة السياسية ليس على المسلمين حرج في أن يطالبوا بما هو مقدور لهم وما هو متاح لهم، وأن يسعوا شيئا فشيئا من أجل أن يتمكنوا في هذه الدولة. يا ريت نسمع تعليق الدكتور بيان. دكتور مساء الله. دكتور بيان. نعم ما أعرف الصوت برضو هنا قاعد بدأ يقطع قرارات على مساهم ما أدري صبوا لازم يسمع له صبوا مع إنه زيا دكتور حسن يتحاتي تاني راجل بتعمل أقداسيت زخونتها بقولي إرثراينا كنزار بالله من البات كم يتريو زيناي حدا سبسي أب إرثرا كنبر اللي حركوينه هل أنا مسلم كأنه شريعة كهلوا له إلو دي خد ما قد زلوا ويس تي نسو جنا أبتعد خمان يلن ناتو حق الله ناتو كنبرو زقباء مسحب رسوبو له تي كتقلبو زقباء بمجمريات درجة انتايو أب هاجرنا خني بخمي مستوم كريستيان كنبر نخيل أب بسلمنا الرأي مالتي طبعا لها هو تي قداي حجي تسبك رأخله من المشحال هذا حوات بمجمريا تي قندي حتى نبي خون مالتي ونفتز لا على درجة خبص مالتي تسمنا نجزا رسو كل جزء زخوني يخون نجر فوسو ويكا مسؤول نتي قداي ككايدون كله كل جزء تخونتات كله يزر مالتي أبيلو أبي رجيت له نبيك خبز صح كم زدلني الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قرآن كورد له خلو بمكة بمجمريات تسلمنا بب درجة بب بتدرج بمالتيو بب وانو ككم أدلاينته الله سبحانه وتعالى تي سلمنا كسب قدس مكة ون فليز بله هو تنبون لهم النبي صلى الله عليه وسلم تسلمنا الصحابة رضوان الله عليهم تلارينا يوم فليز بلا أجابة بكايد نيرو مالتي المدينة مستودو خاء أتي قداي تمحايشو تغيروا مالتيو جن أفتقوا أن تخاء مجمر يعني المدينة مسمتو بزحنا إسلام نيرو النبي صلى الله عليه وسلم شعون بتيهم إذا عدي عبد السلمنا بسمنا حكاية اللوي لهم بعلم كله تي والسانيتات أي وصدون انتهي لأجيرهم مستم بمزحي زنبرو زنبرو أيهوداويان تدارينا مفتعدتي ويكا خالو سبعي مانو زنبرو مسؤوم تاجرهم مالتيو أب سنن بزيحهم مالتيو الذي عد زي إحنا نسخومن من نبرو لنا سلزي نزع عد زي نكايد له سممع ويكا وعد
كهلو الله وينهم وعل جرو مالتيو سلمنتاي أفتي وانتي النبي صلى الله عليه وسلم تزنبروا قناتات ذيوتي أقداس نيرو مالتيو ذي خاءات خيلتهم نيرو بدحريو النبي صلى الله عليه وسلم تي اسلمنا أبكله بزحوت اسلمنا خلو تقبلوا مسكرين أبكله مصعب لله النبي صلى الله عليه وسلم بعلهم تريوت مريحنة كله تقطاتي رمو مالتيو تي زنبروا علون أدلاي أين بر مالتيو سلازي نحن عون حجي تي كدا إرتراح نزاربو بخون بنا إسلاما يا إرتراح ميجرو نبرادو انتا عين الدرجة كميجرو انتا يتقلب انتا يحاتت إلا خنزارب انكلنا عون حجي أبي كم لنا خنفلت علينا أمنتا لنا تي إسلامي سي أبي يزولو تي كطالب كله ويكا أفتناي منجستي سرح يتكعاتون تنا أخوينو أفتي محبرة سبكي أبي يالو مجمري عن جزء رسو تي إسلامي عد زولو نتسلمنا نخفلت نتسلمنا نخنمهار إيمانو نخفلت بزوح كالشي زدي زولو مالتيو تسلمنا أنت دين زي فلت إسلامي أبو بنقرنا زولو نجزء رسو مشين تراي جري إسلامنا حيزو خيد بزوح حلو مالتيو أيكون دون أفتم كريستيان ويكا أفتم كالو هايمانو زولو اختزارب زي كونز ويكا أفتناي عدي تقليلك عدليك بعلها خطر كايدو بتي شرعي بتدين زبهار زلو أبو بس أنا خد حتى مجمريا تي سخا أبي لها خفلت لك تي كاب عدو تي زلو أفتح عد خي انتاين مسألة رخيبونه معه مجمريا خدته كرر لك مالتيو مخنياتو كابو يخاف جمر مجمريا مسألة الدبر لك مسألة الأزي نقينه عينخا ولاون أبتي ذرح قنتبي أبتزرع على نتبي يرعد أمبر كتبت حوزي تخيل ترى أخوينه سخا التي اتخلوا في السماء لك مالتيو لأن الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم من الله مالتيو تيك إلى لك نوعه كتفت سماء لك بزكاء لك مثلا كوننا كان تقصاصك كأسيلك تي سلمنا تلاقى تي أسلامين جزاء رسول صبوا غير فيزو أو تلاقى دليلو مسألات تلاقى رقيبو مجمريا نهريو ناي دعوة كل موتان تلاقى غيره لتزي إسلامي ترى أبسلنا خطوة خيرو ببرددا بدعوة غيره بسبكة غيره تي كالش نخون تي كالاي تي كريستيانون هو بنصو الدعوة قبل الكاي مالتيو قل أما جرشا تحكي كعوتيو تحكي بعد حكي قبل مالتيو انت لا تقبلوا المراعدي تسمعوا عناية سرعات الشنات الآيلو إذا نقرزي بسمع عند مية طنون بوعلن كبت صح زكالي مالتيو سلازي تي أكايدانا ناس كاب زلو خون نجر ريخان عو أصنعك خاف تلقسها لك على أمر أبو خلقات راي كنتي أكالو تعالى مفتي كم 8 خميتي 9 خميتي إسلام زلو وعدي قطعة وعدي كومو خطري يبلكان حياته تفلالي كنتات ويكات تفلالي ونوتاتي زلو. نعم. أيوة بارك الله فيك دكتور بيان فيديو كول طولنا تسألني إن شاء الله حجونا باستوديو له هل دكتور هل يمكن تحقيق ازدواجيا قوانين في دولة إريتريا مثلا كإريتريا مع تعدد أحزاب أو ممكن مجتمع مسلم أو مسيحي؟ هو حقيقة إذا جعلنا فكرة أن الدولة لا بد أن تكون معبرة عن مكوناتها وأنها لا تمارس الإكراه السلطوي على أي مكون من هذه المكونات، لا بد أن تبحث عن معالجات لكيف يمكن أن تعبر عن هذا التنوع وتعبر كذلك عن هذا التعدد. قد لا تكون هنالك مشكلة في الأمور الأخرى، يعني قد يكون الناس يمكن أن تصل إلى اتفاق حول طريقة إدارة الدولة على المستوى الفوقي وطريقة التناوب في الدولة وطريقة الانتخابات فيها ومن يتقدم. قد نتفق جميعا أنه والله من أتت به الأكثرية في داخل الدولة فليحكم البلد على مستوى السلطة، هذا لا يكون فيه إشكال كبير. وقد لا نكون أيضا في إشكال في أنه والله القيم التي تسمى القيم المشتركة، القيم السياسية المشتركة قد لا نختلف عليها، بمعنى قيم الحرية، قيم الشفافية، قيم المحاسبة، قيم العهود والمواثيق، قيم المساواة داخل الدولة، مشاركة المكونات كلها، دي كلها من القيم الإسلامية وفي نفس الوقت من القيم الإنسانية المشتركة، فهنا ما في إشكال. وقد لا نختلف أيضا في أنه والله يا أخي على مستوى الشعائر والأمور المتعلقة بخصوصيات الأديان الدولة ما تتدخل فيها، دي برضو ممكن يكون موجود يعني وقد يكون مطروح، بمعنى أنه قضايا الصلاة والصيام والزكاة والحج أن تقوم لها مؤسساتها الخاصة
للمسلمين مثلا والدولة لا تتدخل في هذا الشأن. يمكن هنا أنا عموما أسميه الفصل الجزئي، يعني يمكن في إطار الدولة فيما يتعلق بفكرة الشعائر على الأقل الدولة لا تتدخل فيها، لا عند المسلمين ولا عند غير المسلمين. الكنيسة لها وضعيتها الشعائرية والمسلمين أيضا لهم وضعيتهم الشعائرية. فمثلا يمكن قضايا الأوقاف المتعلقة بالمساجد وغيرها لها مؤسسة سمت مؤسسة الوقف. يمكن أن تكون في مؤسسة للزكاة، بما أن الزكاة شعيرة دينية متعلقة بالمجتمع المسلم، يمكن أن تكون لها مؤسسة من المؤسسات. ممكن أن تكون في مؤسسة للحج والصيام. فعلى كل المؤسسات أركان الإسلام الخمسة تتحول إلى مؤسسات مجتمع مدني يقوم بها المجتمع، ودور الدولة هنا ليس التدخل أو الانتهاك لهذه الخصوصية بحيث والله تخرجها عن أهدافها، لأن طابعها طابع تعبدي وطابع شعائري. فهنا نلاحظ أنه يعني يمكن للدولة أن يكون دورها دور التنظيم فقط. يبقى هنالك مسألة مهمة جدا وهو التشريع. نحن ذكرنا الآن هنا غالبا ما يكون الإكراه على المجتمعات من خلال نخبة. هذه النخبة في حقيقتها لا تعبر عن أكثرية مجتمعية، ولا تعبر عن أنه والله فرض مجتمع تجاهها، بقدر ما تعبر عن أنه هي متبنية فكرة اسمها فكرة فصل الدين عن الدولة أو اسمها العلمانية، فتحاول أن تفرضها على المجتمع. وهنا تأتي هي في حقيقتها ماذا فعلت؟ نحت تشريعات يؤمن بها المجتمع، وأتت بتشريعات لا يؤمن بها المجتمع. ما أنت ما فعلت شيء. يعني هذا المسلم اللي قال أنا والله استندي إلى تشريعات دينية، أنت قلت له والله فصل الدين عن الدولة فنحيت كل تشريعاته، ثم ماذا فعلت؟ أتيت أنت بتشريعات بشرية لا تعبر عن هذه الأكثرية المسلمة أو عن هذا المكون المحدد، وتعبر عن أقلية بسيطة. فهنا القرآن هذا النوع يسميه الأرباب. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأرباب من دون الله أن تكون هنالك فئة تتولى التشريع وتعتبر نفسها إنه والله الكل ملزم بطاعتها. ونحن ذكرنا بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة والتوحيد والانقياد له بالطاعة. فهنا لا بد، أنا أقول السؤال تقريبا في موضوع التعدد. الدولة التي تبحث عن إشراك مكوناتها ومراعاة هذه المكونات واعتبارها إما أنها تحاول في التشريعات قدر الإمكان تستصحب كل تشريعات المجتمع وأعرافه الجميلة وتدخلها في التشريع، ما استطاعت أن تفعل ذلك تتيح ما يعرف الآن في العديد من الأنظمة بمسألة الخصوصية التشريعية أو التعدد التشريعي. ففكرة التعدد التشريعي تأخذ جانبين في القانون، إما أن يكون ما يعرف التعدد التشريعي الشخصي وهو الطائفي، وإما التشريع التعددي الجغرافي، بمعنى يتاح لإقليم من الأقاليم، حالة من الأقاليم فيها أكثرية لفئة معينة أو فيها غالبية مثلا نقول لمكون معين، يمكن لهذا الإقليم أن يعطى أغلبية، أن يعطى حق التشريع الخاص. الآن الولايات المتحدة الأمريكية مثلا عندها ما يعرف بالتشريع الجغرافي. كل ولاية من الولايات عندها الحق في أن تشرع لمن تحتها فيدرالية. فعلى كل فكرة التعدد التشريعي فكرة الآن، وربما أيضا تزداد صارت الآن مع الخصوصيات المفروضة على الدول أن تراعي الأقليات وأن تحمل أقليات، وأن هذا النوع من الخطاب العولمة الماشة صارت تلجئ الدول بأن يكون هنالك ما يعرف بالخصوصية التشريعية وما يعرف بالتعدد التشريعي. الآن في إسرائيل مثلا كواحدة من الدول اللي موجودة الآن في محتل موجود على أرض فلسطين عنده فكرة التعددية التشريعية وهكذا. ففكرة التعددية التشريعية إذا أتحتها على المستوى الجغرافي ربما تعالج كثير من المشكلات بحيث والله يتاح لمن لا يستطيع أن يمارس تشريعاته على المستوى المركزي يستطيع أن يمارسها على المستوى الإقليمي. الله يسلمك. نعم. شيخ برهان أبزي كتولد لي نقرأ لك. والله مشايخ أتريهم له زربا بتاعتوخ دق ملكاب أتي أبستفل عليه حبر السب زنبرلو هاجر حقتها توطيكا كتمرح مسؤوم مالتي هو أزي حقتات كوتون كله بأنصار إنها مرتات كخون يقولون إنها هيمانات كخبر اللو دك إسلامنا كم دلايهم هيماناتهم كسرحوا كأملون كسرحوا لون كوهابهم اللو
مثلا كحلو الله كمون دك كريستيان مثلا كحلو الله كم إذا مثلا من قصة خمسون كله أبتي بوتا سلام فطر سلام خير لكن أزي أبريهم يوم مشايخنا بارك الله فيهم أبزقا شجر يلن كل سب ديمقراطي دفلت ديمقراطي دأمن بفوتهم حدا نجر كدناجرو أي كإلينيو مخنياتو تينا ديمقراطي حرية مالتيو كأمن زي ليه بسلمنا كأمن زي ليه بكريستنا كأمن بأخسرح زي ليه يسرح بتحقي نتخلو بسلام جرو زكايدو كركبون كله بعدي إذا كل دك سبعة دفر مليون أبزي شجر يلن دلو نمتاي قال سبات جزئات هذا الحديث نصريات دلنا انت رأى أسلامي نجسو أب إيرترا المستالي نمتاي يقولوا أتي حماق حساباتي بار أسلامان نجسو كريستنا قتلوا يوم حمسلام كوهابا كإلينيو بسلام كنا برا كألينيوم سلزين بار أبزو بوتا يبولون من أبزو بوتا خون يبولون إزي زرباسي بخميل يمتيو زي أنا نتصاريا زي أنا بالله بري حدي مشايخنا ردي أمنا إلهم سها قدام نجر كمتن أسلامي كتحتلو زقبأكا كتحت زقبأكا مسلكا حلو والله مساليك حلو والله أنا كمتن أسلاميتي أبعدي بسلام كنبر لني صب غيرك سجد لني دك أي كبال لني سبيتي كحجبان ترى أخويني حدا سب كتقلع على واخبل يبلون متيازي أزم مقنعات زي غير كذا اللي خبر سخي كالعيو نمتا إزي اندحرت مليسنا إلز بهال دربا كتقبلنا كبلو يبلون كم أون أسلاميك أكسجد الله وتصوم الله كلنا قابرتو إزي سي نمتا يطلع نمتاي نزي ودي خندزي سبحال بار ازين حرد معبيلو كريستيان كطفو يوم كحرودي يوم كبولي يوم ازي حسابات زي جيجا حساباتكم مخانو دي شمو نهبو لنا نسلمنا دي شمو نهبو لنا نسلمنا بتاريخ نا يسلمنا شحين 400 عمد ذكرهم مشايخنا انه نسلمنا بفوتهم من بيت كريستيان قتلوا فلطنيو حديدوا يفلطنيو تعمص ما يفلطونهم حراي انت ترخبخه بحاجه شنخ بحاجه انت ترخبخه ازي تقبال جيجانا تزغبوري امبري نسلمنا نحنا ايوكلني نسلمنا ايوكلني السب جيجاز غبوري يوكل امبر نسلمنا ايوكلني سلازي حجي كابغوي معن كساد محز نحنا كمطن اسلام ننتاي نحنا نحتت مسلاتنا مثلنا حلولنا بزي قدس اسلامي يجزأنا كستانا يجزأنا بزي قدس لكن احنا كمطن اسلام مثلنا حلو الله اواني قران اي تقرؤوا جمعات اي تعرفوا اي تسجدوا اي تبولوا زبل اذا احنا خمسك كنا براي خمانسا بزعنت زي مثلنا يتحلون مالتيو مثلنا يتحلون مالتيو حاجه تقند زاد اللي حجي هذا حاجه مسلوا حلو الله بار اسلمنا اسلم فتحزن دي هايمانوتيو عدل ذهب هايمانوتيو كاب ظلم رح زبل هايمانوتيو ديشمو اين هبو نسلمنا اي دبل اني بارك الله فيك شيخ برهان دكتور بيان الله 5 سنه مخنياتو ساعات خدنا له درجه نمودا قصدا سلازهنا دكتور بيان الله اوكي سمعوا موجود حراي دكتور مرال بعد زي امت قالاليت كنغبرا بزحات ابزناي معكنات زينا كم نريو انصار اسلمنا تشويحات ويكا حاسوتات جيجاتات يسمهرمو نزي بخمي كنكلاخلو نخل هو طبعا زي حدش نقرا يكون كل جزء زلمي مالتي اسلمنا مجمريا النبي صلى الله عليه وسلم كابتر اخلو ساعات جميرو أنصار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان غربا زخونو ولا حوبو أبو لهب أنصار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عاتقوا نتي دين الإسلام يقاوم نيرو كالوت ونيروم كابتم كربا أزمات نبينا يخونو كابتم كعدو يخونو ذي نجارزي يقاومو نيرو مالتيو سلازي تي أنصار اسلمنا دمت نصر يكون عندنا اسلمنا
دام سون سمعنا أيوة. لها ولا هو قرارة يقرارة نيرو سكي حجي متيلو قصل طيب كم تزولكو أنا مالتي أتي منا ويكا أنصار حيمانوت الله نبلو الله سبحانه وتعالى كلهم تم أنبياء زلاخهم تاريخهم من تدارئنا نتحقق حيزهم مسمرتو أنصارهم زعاتقو كحتن أنصارهم زعاتقو وفؤاد قبرن معات يوم نيروم مالتيو حجون أبسلمنا أبزلنا يو تاريخ ودخل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة زيئة أنصار سلمنا دزاربو أنصار كتاب ربي أنصار قرآن دزاربو ومخا ببعينته متصلم غيرهم نختصلمو زفتون الله مالتيو ازي منال باش قريهم سنتي وحدة ناي شتوت مسرح أتي ناتم سليماناتهم منا غازلو يزريو زوم سبا كم زيهم على لومات كده احنا كده ما ينقر ذكى على مثلا كم مهوران كم فلاطان تبعنا زلنا نزي قداي زي خنقطمون تداخلنا ذكى على مثلا سلمنا انتاي كم مخانو خنقلص لنا كده كم سبا فجي خزارب خلو انصار سلمنا تداري قايم كابت سلمنا انتاي زمصال كامارتيو اسلام سي 4 يمرعو اسلام نسب يحاربوا يقتلوا جهاد النابلو ابزيتا تراي انتايتي مرعلتيو انتايتي ناي جهاد انتايتي وسانيتات ناتو خميجه جهاد المصاح انتاي كد مخونات الله ازيتات كله زي فلطوا له سلازي نحنا تي قدينا هنا نقول له تي عالم زلو يكون ويقاب بقندي ثم بين كنجمرالنا مالتي وبتم بعدنا زلو زي اسلام نوعهم تسلمنا انتاي كم مخانو كان ردهم على مالتي اسلامي بزارسو بديتو نتزي اسلامي دما تسلمنا انتاي كم مخانو نام انتاي تصوع انتاي مرقصاتو انتاي متكلاتو مخا بزعبه اتي بزعبه سلام انتاي عينه ريتو له بزعبه دكنستيو انتاي ريتو بزعبه بيناتن سلامن انتاي ريتو الله اسلمنا نزل كل نغرات زي تنتينا خم قلصلهم يغبا مالتي أو سلزي بزح جزء أب جيكاتات نايسب ندار أخان مسلمنا تأشمو قبر الله يقارص الله مثلني هو ويكع خاب متى بتقوم مالتهم حال اسلامي كنت اسلامي اب تاريخ يكون ابزلنا اوانون ابقله قله جيجاتات انتنا اخو دغريومو لك اسلمنا خمس ازوزو ناي اسلمنا سرح غيرهم يلصو مالتيو ازي منال باش كنت زبركو فريتون كونو خوليوم እና ፈለቱ ምክንያቱና ተጋገየ ብስልምና ዝገራጮ ከም ምዃኑ ትስርሑና ፈለቱ ከሎ ግን ክልቲኡ ብሓንሳ አጠምሮ ማለት እዩ ተግባር ናይ ሓደ ገበነኛ እስላማይን ናይ ትስልም መምርሒ እስልምናን ክልቲኡ ብሓደ ጠሚሮም ብጃምላ ይወስድዎ ስለ ዘለዉ ወይ ከዓ ነኸፉ ኢሎም ንኸዘፅሎም ኢሎም ዝፍፅሞ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ነገራት እዚ ንሕና ተንቲና ክንገልፀሎም ይግባእ ባረከላ الله يسلمك بارك الله فيك دكتور حسن ممكن يكون هذا آخر حلقاتنا إن شاء الله هنالك هجمات على الإسلام شرسة يعني في العالم الإعلامي خاصة وكيف يعني كيف نرد عليهم يعني نعم أولا يعني يتولد عن السؤال نفسه سؤال يعني لماذا الهجوم على الإسلام ليش ما هنالك أديان أخرى يعني لماذا فقط يكون هجوم على الإسلام نلاحظ الآن في العالم هنالك فئة متصدرة المشهد الدولي فئة معينة متصدرة المشهد الدولي تريد رؤيتها حول الكون حول الإنسان حول الاقتصاد حول السياسة حول النظام الدولي تمشي وهذه الرؤية تطحن يعني كل الضعفاء تقريبا يطحنون تحت هذه الرؤية الجهة الوحيدة التي على الأقل تمتلك رؤية مقابلة ولا تتقبل هذه الرؤية السائدة الآن في العالم هو الإسلام هنا تنشأ مشكلة الصراع أو مشكلة الهجمة على الإسلام وملاحقة الإسلام يعني حتى يعني اليوم لو قال أن المسلمين قالوا والله نحن فقط نريد أن نصلي وأن نصوم وانتهينا الموضوع لا يقدم رؤية للكون ككل حول الاقتصاد حول السياسة حول الحقوق حول الشريعة حول إدارة الدولة لما كانت هنالك مشكلة لكن تأتي مشكلة الإسلام من
طبيعة الإسلام أنه رؤية كونية، رؤية إنسانية، رؤية عالمية تطرح حلول لمشكلات البشرية كلها. يا سلام. فهنا المشكلة. الأديان الأخرى مكتفية بأنه والله يا أخي الشخص ونفسه، الشخص وكنيسته. أول نقطة عشان ندرك، وهذه طبعا نقطة قوة في الإسلام، يعني نقطة قوة. لاحظ هذا الإسلام الآن لا تعبر عنه دولة على مستوى السلطة السياسية، ليست هنالك دولة الآن يقال عنها هذه هي الدولة الإسلامية النموذج على الأقل الذي تتبنى الإسلام في عقيدته وشريعته ونظامه السياسي وعلاقاته الدولية، ما موجودة. ومع ذلك مجرد أنه فكرة، ومجرد أنه يعني تصور أنه يعني بعض الفلاسفة الأوروبيين مثلا والأمريكان في وقت مبكر بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أظهروا مباشرة، قالوا التحدي القادم هو الإسلام، فوضعوه على الأقل. هذه واحدة. النقطة الثانية، بعض الشعوب والمجتمعات والدول أيضا لا تتماسك داخليا إلا إذا وجدت عدو، فتحاول أن تصنع لها عدو حتى تحشد كل طاقات شعبها نحو عدو متوقع أو متوهم. فنلاحظ هذه أيضا واحدة من الإشكالات. على كل، بالنسبة لنا نحن مطالبين أولا كما قال الله سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك. يا سلام. إنك على صراط مستقيم. يعني يجب أن نقتنع بأن شوف إنك على صراط مستقيم، هذه تورث العبد ثقة مطلقة في كونه على الحق. يا سلام. كونك على الحق، والله عز وجل يقول لك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فأول قضية على المسلم أن يعتقد أنه يملك حقائق مطلقة من الله وليس من أحد، وأن دينه لا يخضع للنسبية. يعني للأسف الشديد الآن قوانين النسبية التي سادت العالم، صار الواحد عنده الشيء ونقيضه محتمل، الحق والباطل محتمل. يقول لك والله يا أخي كلامك يعني قابل للنقاش، لكن نحن نقول بأن هنالك حقائق في الدين يجب أن تتقبلها كحقائق، وأنها ما قابلة للنقاش، وأنه لا يتطرق إليها الباطل، فنتمسك به. لأنك لو أدركت أنك على الحق تتمسك بهذا الحق، حتى لو أدى الأمر في نهاية المطاف إلى أن تكون أنت ضحية لذلك، أي أنك تقدم نفسك فداء لهذا الدين، فليكن ذلك. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر أو إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتل. أحيانا قد ينتهي بك الحق إلى هذا النوع. فاستمسك بالذي. النقطة الثالثة، علينا أيضا أن نكون بما أننا نحن على الحق وأن ديننا هو منزل من الله سبحانه وتعالى، أمرنا أن نستمسك به، أمرنا أن نتحرك لأجله. يعني مش تستمسك به فقط، لا، تحرك به في المجتمعات. يعني اليوم بعض الناس إذا كانت تحمل أفكار وضعية ما عندها علاقة حتى بقيم الدين ولا قيم الرسالات، ومع ذلك تجده مجتهد ليل عن طرف النهار في سبيل أن يفرض يفرض برنامجه ويفرض دينه ويفرض عقيدته. فنحن أيضا مطالبين بأن نتحرك. مطلوب أيضا كذلك أن نصبر عندما نتحرك بهذا الدين لما يلاقينا من أذى، وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا في أنفسهم، آمنوا وعملوا الصالحات على المستوى الشخصي، وتواصوا بالحق على مستوى المجتمع وعلى مستوى الآخرين، وتواصوا بالصبر. أن الإنسان الذي يحمل رسالة الحق لا بد أنه سيتعرض إلى الابتلاء ويتعرض إلى التمحيص ويتعرض. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ونحن إذن في هذا الطريق سنبتلى، سنختبر، سنمتحن، ستحصل علينا يعني كثير من الابتلاءات، لا بد أن نصبر. وأيضا من الأشياء التي نحتاج فيها الصبر على المخالف داخل الوطن. يعني هنالك مخالفين لك على مستوى البلد ديانة لا يؤمنون بدينك أصلا. أنت هنا أيضا لا بد كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأنت لا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن وتجادلهم بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا على كل. ثم أيضا مطالبين أن نبين لمن لا يعرفون الإسلام، نبين حقيقة الإسلام وسماحة الإسلام وطبيعة هذا الدين، لأن كثير من الإنسان بطبيعته عدو ما يجهل. فالذي يجهل الإسلام طبيعة أن يعاديه ويحاربه، وخاصة وفق الآلة الإعلامية الدولية التي الآن تشن بكليتها على حملة هذا الدين وعلى قيم هذا الدين وعلى رسالات هذا الإسلام. فنحن مطالبين أيضا إن شاء الله بالصبر والعمل والاجتهاد، وأهم شيء أن نثق فيما نحن فيه. الإنسان عليه أن لا يرتبك وأن لا يخجل وأن لا يكون في حرج، فلا يكن في صدرك حرج منه
والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أهم شيء أنا في تقديري في مرحلة التحول ومرحلة التغيير. الأمة المهزوزة لا تغير، يا سلام، واليد المرتجفة لا تبني. يا سلام. فأنت إذا ما استطعت أن تحمل قلبا مليئا وعامرا وواثقا مما أنت فيه وتتحرك به لا تستطيع أن تؤثر. ولذلك أنا أقول واحدة من الهزائم التي تقع على المسلمين هو ضعف عقيدتهم وضعف تمسكهم وضعف ثقتهم في دينهم. كيف تريد أنت من الطرف الآخر أن يعترف بك وأنت لا تعترف بما لديك؟ هذه واحدة من إشكالات. يعني أنا صراحة الآن لا ألوم الطرف الآخر، يعني أيا كان الطرف الآخر، إذا كان في مسيحيين عندهم مشكلة مع الإسلام طبيعي، عندهم عقيدتهم وعندهم دينهم ويروننا نحن كفار كما نحن نراهم. لا هو الإشكال يا شيخ حسن ليس فقط في قضية أن الكفار أو غير الكفار، إنما اتهام الإسلام بأنه دين دموي. فإذا ما ملك مثلا في إريتريا فسوف يضرب أعناق غير المسلمين. هذه التهمة الأولى. التهمة الثانية أنه الدين لا يؤمن بالتعايش، يعني يا تسلم يا تخرج. نعم، هذه التهمة الثانية، أنه لا يؤمن بالتعايش وتعدد الأديان وممكن التعايش السلمي. هذه التهمة. والكذبة الثانية. الكذبة الثالثة أنه دين غير مؤهل، أنه دين غير مؤهل. وأنتم جزاكم الله خير أجبتوا عليها أثناء كلامنا. لكن هذه الثلاثة الطرف الآخر دائما هو الذي يثيرها، وعليه يبني على هذه الثلاثة أمور أن لا يستحق المسلم أن يعيش في إريتريا، فبالتالي عليه أن يخرج ويبحث له أي أرض آخر فيه مسلمون خلص يعيش معهم، ولذلك لا يمتلك هو أي شيء فيها. هذه الجرثومة والسوسة الموجودة حاليا التي يعيش هي التي الآن يا إنها تؤجج فتن من قبل المسلمين ممن يريد أن يثبتون بغير الطريقة الشرعية التي أنتم ذكرتموها هنا، أو في المقابل من يتقبلها من المسلمين ويقول لك نعم كلام النصارى صحيح، نحن ديننا غير مؤهل أو شيء من هذا القبيل. تعليقكم الخفيف حول هذا؟ أولا نحن يمكن كما تفضلت ذكرنا في أثناء الحلقة، ذكرنا حول صلاحية الإسلام لكل زمان ولكل مكان على مستوى تشريعاته وشمولها وعمومها ومعالجاتها لتفاصيل الحياة. تمام. تفاصيل الحياة. يعني باختصار هل هو فعلا دين دموي؟ هو ليس صحيحا. أول دعني أعطيك، يعني لو افترضنا إلى اللحظة التي قامت فيها دولة النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، كل الذين قتلوا هل تتصور بأنهم أقل من 1500 شخص من الطرفين؟ يعني هل يمكن أن يصنف الإسلام؟ يعني تصور شخص جاء برسالة وبديانة جديدة ويريد أن يغير منظومة كاملة من أقصى العراق إلى أقصى سوريا إلى اليمن، هذه الأرض العربية كلها تخاض فيها حروب، ويكون الذين قتلوا في طرف المسلمين أقل من 300 شخص، والذين قتلوا في الطرف الآخر أقل من 2000 شخص. هنا تتحقق عندك تماما قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه على الكذبة الأولى. الثانية أنه ليس هنالك شيء اسمه دموية، يعني مسألة الأحكام التفصيلية أحكام الحرب في الإسلام، لا تقتل طفلا، لا تقتل شيخا، لا تقتل راهبا، لا تقتل قسيسا، لا تقتل امرأة. هذا العدد الهائل الذي تخرجه الشريعة الإسلامية من دوائر القتل. هذا أيضا من المحافظة. التعايش، مسألة التعايش، الإسلام دولته الأولى قامت على فكرة التعدد والتعايش، ولم تقل على فكرة الإقصاء والإبعاد وعدم، لا، دولة الإسلام الأولى دولة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمة يعلمها الله وجدتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. كلمة مدينة في القرآن الكريم هو اعتراف بتعدد، وسمى الله سبحانه وتعالى لحظة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى يثرب وقتها. لماذا غيرت إلى المدينة؟ لأنه ظهر فيها التعدد، ظهر فيها مجموعات مسلمة، مجموعات يهودية، منافقين، مشركين لا يؤمنون بالإسلام. هكذا قامت دولة الإسلام. يا سلام. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أي مشكلة في أن ينظم العلاقات بين هؤلاء. يا سلام. هؤلاء لهم دينهم وهؤلاء لهم. الكذبة الثالثة أنه غير مؤهل. نعم، لا، هذه طبعا أجبنا عنها في أن الآن لو لم يكن أصلا الإسلام قادرا على أن يقدم رؤية لما انزعجت منه البشرية. هنالك رؤية الآن مقدم، أنت ناقش في الرؤية، من حقك أن تقول هذه الرؤية لا تحل المشكلات، ما في إشكال، لكن لا تعاديه من الوهلة الأولى وتعادي أنصاره وأتباعه. ثم نقطة أخيرة حقيقة أحب أن أنبه إليها، من الخطر جدا في منطقة القرن الأفريقي الآن. دعنا نخرج من أريتريا. القرن الأفريقي هنالك بلا نزاع أن هنالك كتلة مسلمة تشكل أكثرية في المنطقة. نعم. فعندما تثير أنت
وأنت الآن لا تشكل أكثرية. عندما تثير الحرب الدينية والنزاعات الدينية والحالة الطائفية لا تخدمك. نعم. هذه لا تخدمك. نعم. فنحن محتاجين في أثيوبيا وفي إريتريا وفي الصومال وفي جيبوتي وفي كينيا في السودان، هذه المنطقة الضخمة، محتاجين إلى فكر متسامح، محتاجين إلى رؤية يعني تتعلق بالتعايش في هذه المنطقة، فيها خيرات، فيها قوة بشرية هائلة. لو أننا تواصلنا مع بعضنا البعض، فإن هنالك مثلا موارد في أثيوبيا يحتاجها أهل السودان، موارد عند السودانيين يحتاجوها أهل إريتريا. هذا النوع من الانقلاب، فكرة إنه والله أنا فقط أريد أن أقيم نظام ديني خاص بطائفتي بمجموعتي، لا تقيم دولة ولا تقيم على الأقل حضارة إنسانية في المنطقة. نحن محتاجين حقيقة إلى الانفتاح، محتاجين إلى إن شاء الله التسامح والتسامي على الجراحات. بارك الله فيك. شكرا دكتور حسن. ومستمعينا الكرام كلاتكم بسمعونا لكم ناي واتساب لنا 0044 79 47 830 1 416 واتساب تحفوا لنا تقوليهم كمون فيسبوك تويتر يوتيوب فيسبوك تكاتلوا تقوليهم إن شاء الله. ما عندنا فعلا باقي إلا نعطي دقيقتين. أي واتساب بالعربي، واتساب العربي 0044 799 47 831 417 إن شاء الله. عندنا دقيقتين إن شاء الله. رسالة للشعب الإريتري. أنا رسالتي حقيقة للشعب الإريتري أقول بأن هذا الشعب شعب عظيم وشعب مقدام وشعب شجاع وشعب بطل، واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى أن ينتزع على الأقل حريته وينتزع يعني دولته، وأن يبني على الأقل أن يجعل دولته الآن على الأقل بعيدة عن أي حالة من السيادات الأجنبية. فهو على الأقل الآن يعني قدر يقيم دولة. أنا أقول هذا الشعب الصامد الصابر الشجاع، الآن التحدي الذي يواجه هذا الشعب قدرته على العيش المشترك، قدرته على السلام المجتمعي، قدرته على بناء الدولة بشكل مشترك. هذا التحدي يتطلب حقيقة عقلاء، ويتطلب بعيدا عن المجموعات التي تحدث ضجيج الآن والتي تحاول أن تؤجج الصراعات الطائفية وأن تؤجج الحروب الدينية. هؤلاء لا أعتقد أنهم يصلحون أصلا لإدارة الدولة. فالدول لا تقوم في منطقة على منطقة تطرف، ولا على منطقة الإقصاء، ولا على منطقة تصفية شعوبها. يعني الآن أنت لو أن الشعب الأريتري فقط فيه مثلا إن شاء الله افترضنا 10% من المسلمين، الدولة لا تقول أني والله 10% أريد أن أصفيها، لا، تقول يجب أن نعالج مشكلة هؤلاء 10 إذا كان عندهم مشكلة. فنكتفي بهذا إن شاء الله، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك دكتور حسن. دكتور بيان سمعنا الله؟ سمعك الله. طيب ناي مجرشا خلت دقيقة إن شاء الله حزب إرترا كتم حال الفوت دلي من الأختي. حزب إرترا طبعا كله تي حزبي حابيرو نزي عادزي كاب ناي بعداوي سرعات أوتيو ناب ناي ناتنتن ناب حرنتن زغنات حزب سلزخونه مخا كله حابيرو نتي حدش مدرخ بزيحو مالتيو زكاء كلون ببخلته ببعقمو تسويون ببعينته توفيوتا توفيو يو مو حزب زغاء نالكالات الحجي أبناي مسرح ناي معبالي ناي متنساء سلزولو ويكا أبناي تنساء سلزولو حزب زي نتهاجرو ناب ديمقراساوي هاجر ناب فتحي زملؤون فتح زعاسلو كله إرتراوي زخبر له هاجرن كله إرتراوي بلمعة بكبرن بسنيتن بفقرن زنبر له هاجر كويلو تهاجرت كله نزل وداي زي خسرهن خكالتن اللابو مالتي مخنياتو زنجر زين خبصاح تعدي نخمحايش تعدي كله ناب لمعاتن ناب تهزب خا كله بأنتي كعرف كوينو تهزب كله خساتف له مالتيو تراي حدا قلته نتعدي كايدو ويكا الحمد لله يوم كصاوتو له زي كويس تايدا تهزبي كله نناتو مسل فليتو نناتو قديتا فليتو تي واجبناتو ويكا تقديتا
بارك الله فيك دكتور دمصها ما لا يسمعنا له ان شاء الله ناب استوديو مص دكتور بيان سمعنا الله ويقرر صنيحو المهم تا جيزون كيد الله جيزو ودينا لنا ان شاء الله بارك الله فيك بتعمينا نمسجنك مسانا حساب حجي مصنحك مالتي ان شاء الله ناب استوديو قيدمو شيخ برهان كل تراكبك نسبي ارترات محلالفو انا كل تلبو اللواني قداميتي ان حواتنا اسلام كالاتقاء انتم لما تنابرت مسانا دما احواتنا كستان نتوم اسلام بلوم بدلي كبرات حواتنا اسلام بدينكم حزو اولا دينكم تمهروا رب سبحانه وتعالى قرآن أورد لكم الأخرى برما سيد لكم زانتم ني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تمهروا كم أون قرآنكم أنبوه قرآنكم كأنت خمس بيل تمهروا بدينكم دما قتلكم بزيادة حزو كالأي كبلكم زلي دما رب سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين كم أؤمن ربي يقول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم زلزل استخاتكم يخم أتم لعالتين استخاتكم يخم أب حق زلخم بدينكم قبروا دينكم قتلكم حزو زي قبل دينكم ترى حيزكم رب سبحانه وتعالى هيمنتكم من شيشاي رزقن كورد لكم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أتي دين كبلاشون كله نسيو أتي يعني سببات مت درك دولكو مت مقتال مت مفساد مت سدات مت دين حرد أني ترى تسائنو بهيمنت حرد أني سبدي حس كوينو دينو حرد خبر كوينو أزود خندزين بلاء كاب رب سبحانه وتعالى ورد لكن دين سب ترى حجو رب سبحانه وتعالى يبارك له مالتي ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض شكرا تخليتي لبواد ما نحواتنا توقع عن نبي جالس تنازلوا بسنة ما ها كيلا لا تساعد بس هو سلزي أبعتهم المخاتوك أنا نجر أتي دين الإسلام كابتم فلاتاتنا دين الإسلام كابو يفلطوا انتهي دين الإسلام دبل خالي نجرات ريوم حماق شيء من دين الإسلام أيهابو حماق شيء من دين الإسلام أيهابو سالسي كال إيتي دماني إن إحنا نستاتومن إريترا ناكلتينا إريترا ناكلتينا سلازي كم يقرأ نحن بسلام عدنا كم نبر نحسب إن شاء الله يوسف إسلام جلز بهالزي كثر فلو وببزحتهم دمال بمات كستان زي أيلونيوم هذا قلت زي صلاة الإسلامات اللي يكونوا خلا يكونن سلازي زين كل تلبواني قرب وجزاكم الله خير بارك الله فيك أب ستوديو الشيخ برهان سعيد كمون الشيخ دكتور حسن سلمان لمزجنكم وفيديو كول الشيخ دكتور بيان ودكتور جلال الدين محمد صالح نصبينرنا مصنا كساب حجي ان شاء الله كالي غيزه كن كنمصالكم هنا مستفلالي سباتون ابز خنغبرينا بزعبا غداي ارترا ابستفلالي غدايات كنزارربينا ان شاء الله نلوم معتكن بزي ودينا لنا كلاتكم كابز فيسبوكن اب كال اتكاتاتلو دلهم تعمي مزغنكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في ظلال اعينك شمعة جديدة وفي ظلال أعينك شمعة جديدة ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب من أجل عينيك الحزينتين من أجل عينيك الجميلتين يأتي زحفنا من أقدس الدروب من أقدس الدروب يا وردة يعشقها
يعشقها أحبتي. يا عليك يا جنة عشت بها طفولتي. يا وردة يعشقها أحبتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا جنة عشت بها طفولتي. يا عليك يا أنت يا ضحية الحروب يا أنت. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل عينيك الحزينتين